اليابان واحدة من أقوى وأكثر منظومات السكك الحديد دقة والتزام بالمواعيد في العالم، وصاحبة أشهر القطارات السريعة المعروفة بالشينكانسن ترين أو القطار الطلق. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست موبيليتي هاسل، أو البودكاست بيتكلم عن الموبيليتي والنقل بالعربي. لو أول مرة تسمعنا فاحنا بنستضيف في كل حلقة ضيف من العاملين في المجال بيشاركنا تجاربه وخبراته ونصايحه في عالم النقل. أنا أحمد الخصوصي ومعايا صديقي مصطفى شوشة، ودي الحلقة الثالثة من موبيليتي هاسل. ضيفنا النهارده من طوكيو مهندس اسلام اشرف، مهندس في شركه شرق اليابان لنقل الركاب بالسكك الحديديه. هيشاركنا رحلته من خريج سياحه وفنادق في مصر لمهندس حاصل على البكالوريوس والماجستير في الهندسه من اليابان. هنتكلم في مواضيع مختلفه كتير عن منظومه السكك الحديد وعن السفر والدراسه والشغل هناك. فاتمنى لكم حلقه مفيده. طيب، بما ان يعني مفيش حد في مصر طبعا يعرفك، انت راجل مغمور. مفيش ربنا غير يبارك انا لك. انا وخصوصي وماجد بس اللي نعرفك. ربنا يبارك لك. والله لا، انا بحبك والله، ربنا يبارك ربنا فيك. يبارك احنا لك. عايزين نعرف بقى مين اسلام. طيب ده سؤال، اجابته عميق. هتبقى عميق، هتبقى اجابته طويله شويه. هو انا الفكره ان انا اسلام اشرف شحاته عبد الرحمن المدني، اسمي كامل اهو. اهلا وسهلا. ربنا يبارك لك. انا عندي السنه دي هتم في شهر 6 33 سنه. في مصر. خلصت كليه سياحه وفنادق جامعه حلوان، قسم ارشاد سياحي، شعبه اللغه الانجليزيه. آه، سنه الثوره 2011. بس مش ده كانت الاساس بتاعي في الدراسه يعني. هو انا كنت من الاول خالص، كنت من وانا في ثانويه عامه وقبل كده بشويه كنت حابب ان أنا ادخل كليه التخطيط العمراني جامعه القاهره. لكن بسبب الظروف الاسريه كده وظروف اجتماعيه حصلت لي في وقت الثانويه العامه، ربنا ما كرمش. فاضطريت ان انا احول من ادبي، من علمي لادبي، وكملت في كليه تمام. السياحه والفنادق. وعشان اكون قريب شويه من مجال التخطيط العمراني في مستقبلا، لان انا اكتر حاجه كانت معلق يعني متعلق بيها في خلال الموضوع ده كانت السكه الحديد، يعني موضوع التخطيط العمراني في مجال السكه الحديد والنقل بشكل كبير. فكان اكتر دوله بشد انتباهي جدا للموضوع كانت اليابان. فانا فكرت ان انا في ثانويه عامه ان انا لو ربنا ما كرمش في موضوع الجامعه ممكن ان انا ادور على اي طريقه تانية ان انا ادرس بيها اللغه. عظيم. آه، فاللغه جت عن طريق ان انا لما دخلت كليه السياحه والفنادق عرفت ان انا ممكن ان انا ادرس لغه تانية اضافيه ممكن تساعدني في وقت التخرج على ان انا لما اشتغل اقدر اشتغل باللغه دي. بس ده برضه ما كانش الهدف. الهدف بس ان انا كنت اخد شهاده بدرجه علميه عاليه، عشان بحيث ان انا في المستقبل حبيت اغير مجال الدراسه يكون الموضوع بالنسبه لي سهل. فدخلت الكليه 2008، بدات دراسه الياباني في مؤسسه اسمها مؤسسه اليابان، موجوده في ميدان التحرير. هي مش تبع السفاره اليابانيه، بس يعني هي في علاقه مباشره ليها ما بين السفاره اليابانيه في القاهره. بدأت دراسة اللغة اليابانية في 2008، وأنا خلصت الكلية في 2011. الياباني بس مشكلته في مصر لأن هو كورساته طويلة حبتين، إن إحنا مثلا بندرس نفس المنهج اللي بيدرسه كل طلبة طلبة ألسن عين شمس وطلبة آداب القاهرة. فبندرس في نفس المنهج تقريبا، بس تمام. عشان إحنا كورسات فبتكون المدة الزمنية أطول شوية. فإحنا مثلا في مرحلة الليفل البيجنر أو المبتدئين بنقعد في الليفل ده حوالي 3 سنين، على الرغم من ان مثلا في جامعه القاهره او عين شمس بيقعدوا سنه واحده بس، لان هو نفس الكتاب بيدرسوه. بس احنا عشان احنا مرتين بس في الاسبوع فبنطول شويه. هما بيكونوا يوميا بشكل يومي، فهم بياخدوهم بشكل مختصر. فده خلى اللغه اليابانيه لوحدها تاخد مني في المبتدئ والمتوسط ما يقارب حوالي 6 سنين. فانا خلصت اللغه في 2014 تقريبا، يعني خلصت الجامعه وبدات اكمل كمان اللغه. انا خلصت الجامعه في 2011. انا كنت حاطط هدف ان انا مش هشتغل في السياحه، لان مش ده المجال اللي انا كنت عايز اشتغل فيه. اشتغلت شويه عشان بس اوفر مصاريف للكورس اللغه اليابانيه بعد التخرج. اشتغلت في مكتب التلفزيون الياباني في القاهره. كان زي بارت تايم جوب كده، كنت بوفر بيه دخل شهري يعني كويس عشان اكمل بيه دراسه اللغه اليابانيه. وده غير شغلي وانا في الجامعه برضو، كنت بشتغل في الجامعه بعد الظهر برضو عشان اقدر اوفر مصاريف الجامعه ومصاريف الكورسات الياباني. بس خلصت جامعه 2011، اشتغلت في التلفزيون الياباني لمده سنه تقريبا. وبعد كده وانا برضو لسه بكمل اللغه، لقيت وظيفه في شركه يابانيه بتشتغل في مصر، كان ليها علاقه بالسكه الحديد. هي اللي كانت بتشتغل في تجميع وتوريد قطع الغيار الخاصه بمشروع المترو الخط الثالث، بالتعاون مع الجانب المصري في مصر. عندنا موجود في حلوان اسمه مصنع سماف. فانا كنت زي حلقه الوصل ما بين الستاف الياباني، الجانب الياباني والجانب المصري، من خلال بقى شغل الترجمه وشغل اللي هو الكوردينيتنج وحاجات زي كده. عظيم. كنت لسه ما خلصتش الياباني، لان الياباني زي ما قلت لك هو مجاله كبير شويه. واحنا عندنا زي في امتحان اسمه امتحان الجي ال بي تي،
اللي هو الجابانيز لانجوج بروفينسي تيست. الامتحان ده مكون من 5 مستويات. المستوى الاعلى فيهم هو المستوى الاول، ده اصعب مستوى، اللي هو بيكون نفس الليفل بتاع النيتيف سبيكر، تقدر تقرا جورنال ياباني او تقدر ان انت تشوف اخبار يابانيه. واقل مستوى فيهم الخامس. انا الحمد لله رب العالمين من بعد تاني سنه ليا في الشغل قدرت ناخد المستوى الثاني. كنت الحمد لله رب العالمين مش طلعت كمان ممتاز. الاول فيه على الجمهوريه. ما الحمد لله شاء رب الله. العالمين يعني. وده غير كمان وانا في لسه بعد ما خلصت الجامعه كمان كنت في المستوى الثالث. برضه كنت الاول على الجمهوريه الحمد لله رب العالمين. فسافرت منحه لليابان، قعدت اليابان اسبوعين على حساب الحكومه اليابانيه. كنت ممثل مصر وقتها، كان معايا في نفس الجروب حوالي طلبه من 72 دوله. انا كنت بمثل الجمهوريه في مصر وقتها الحمد لله رب العالمين. وبعد كده جيت في 2014 كنت خلصت اللي هو الامتحان المستوى الثاني ده. بس وانا بشتغل برضو كان يعني الموضوع بقى ليه علاقه شويه، شغلي كان ترجمه وكل حاجه، بس كان ليه علاقه شويه بموضوع الهندسه. فانا كان مديري الياباني كان قال لي يا اسلام حاول ان انت تلاقي وظيفه ليها علاقه شويه بحاجه تبقى مستدامه في المستقبل، شغل يكون مستمر اكتر يعني. مستمر، لان شغل الترجمه زي ما انتم عارفين شغل مش مستمر. فانا بدا الموضوع يعني يرجع تاني في دماغي ان انا عايز اكمل مجال الهندسه او مجال التخطيط العمراني. اسهل حاجه، مش اسهل حاجه يعني، اكتر حاجه جت وقتها قدامي كانت الثانويه العامه السوداني. كان في ناس كتير جدا بتقول انت ممكن تاخد الثانويه العامه السوداني مره تانيه وتعيد الدراسه من اول وجديد. بس اللي عشان عرفته ان تدخل انت هندسه يعني، ولا عشان ايه؟ عشان بالظبط اعيد اعيد بعد. اعيد دخول هندسه من اول وجديد بالظبط. تمام. لما دورت على الموضوع قالوا لي في وزاره التربيه والتعليم عندنا في مصر ان انا لو خدت الثانويه العامه من مصر مره فانا ماليش ان انا اعيدها تاني خلاص، ماليش اي فرص تانيه. فقعدت ادور على مجالات اوكي. يعني اشكال كتيره مختلفه ان انا اخد يعني احاول ازاي اغير موضوع الدراسه ده. فانا بدور بالصدفه على الانترنت يعني، كان لقيت دكتور مصري موجود هنا في جامعه في اليابان اسمها جامعه توكاي، هي الجامعه اللي انا درست فيها. شفته كده بالصدفه البحته في برنامج ياباني، فتواصلت معاه، اسمه دكتور مؤمن عبد الله. وقلت له ازاي يا دكتور مؤمن انا ازاي اجي اليابان. هو دكتور مؤمن عبد الله كمان خريج جامعه حلوان كليه سياحه وفنادق، ودرس امم. برضه ياباني في نفس مؤسسه اليابان وكده. فانا ايه تواصلت ده معاه حقيقي ان طبعا. انا بالظبط. فانا يعني قلت له يا دكتور مؤمن حضرتك لو تقدر تساعدني، لان انا برضه يعني انا درست في نفس المكان اللي حضرتك درست فيه سواء ياباني او سواء جامعه. وعايز اعرف حضرتك ازاي وصلت لمنصب ان انت تكون تدرس في جامعه يابانيه، وازاي وصلت ان انت غيرت مجال الدراسه بتاعتك في اليابان. فهو حكى لي ان هنا في اليابان في سيستم ان انت لو حبيت تغير مجال دراستك ان انت ممكن تيجي زي مدرسه ملحقه بالجامعه. لو انت مثلا كنت شعبة ادبيه بتقدر انت تخش المدرسه دي، تقدر تدرس اللغه اليابانيه لفتره من الزمن وتدرس معاها المواد اللي تاهلك لدخول الجامعه، سواء بقى فيزياء سواء رياضيات سواء حاجات زي كده. فانا قعدت ادور على المجال ده، والحمد لله 40 كانوا طالبين كمان انت تكون جاي في الجامعه بتاعتك جيد جدا فيما فوق، وده اللي انا كنت بسعى عليه. لما انا كنت في حلوان انا لازم اكون تقديري العام يكون جيد جدا فيما فوق. ما شاء الله. طب وبالنسبه اسلام، يعني انت، معلش على المقاطعه، انت الفتره دي كلها ما كنتش بتفكر ان انت تشتغل في مجال النقل، ولا ان انت هتكمل في اليابان كشغل، ولا هو مجرد ان انت كنت ماشي في الدراسه في مصر وبتفتح لك ابواب متتابعه وانت بتمشي في الابواب اللي بتفتح معاك؟ يعني كان الهدف مثلا انت تحصل على درجه دلوقتي؟ الهدف الاساسي اصلا من كمان دراسه اللغه وموضوع التخطيط العمراني والنقل ان انا كان في شركه في اليابان اسمها شرق اليابان لنقل الركاب بالسكك الحديديه او GREs، الشركه اللي انا بشتغل فيها في الوقت الحالي. هي دي كانت التارجت النهائي، لان هي حلو. شركه بتشتغل في مجال هنا حاططها من على المدى البعيد من من وانت الاول في مصر كنت لسه من وانا بتفكر في فيها مصر. برضو؟ اه من وانا في مصر من 2006 كمان، من وانا لسه بخلص اعدادي وداخل على الثانويه العامه. قدرت ممتاز. عن طريق البحث على الانترنت كده وصلت للشركه دي، هحكي لكم قصتها بعدين شويه قدام شويه. فالشركه دي انا كنت حاطط تارجت في دماغي ان هي دي الهدف الاساسي اللي انا عايز اوصله في اخر المطاف بتاعي. فعديت على مراحل، الجامعه ما جاتش فهيجي الشكل الفلاني، ده ما جاش هيجي الشكل الفلاني، بحيث ان انا ماشي في مسار ان انا ازاي اوصل للنقطه دي في الاخر. وكانت دراسه الجامعه لازم تكون ليها علاقه بالمواضيع الهندسيه، لان انا عايز اشتغل في الجانب الهندسي في الشركه، بحيث ان انا اقدر في يوم من الايام انقل الخبرات اللي عندهم ارجع بيها لمصر في يوم من الايام. ده طيب. كان التارجت الاساسي بتاعي. حلو، انت دلوقتي سافرت اليابان ودخلت حاجه اشبه بمعادله، ان انت بتدرس ياباني وبتدرس بعض المواد اللي انت ما كنتش بتدرسها في جامعتك قبل كده، عشان تؤهلك ان انت تعمل ايه بعد كده. بالظبط. هي كانت بتبقى المدرسه دي من سنه او سنتين على حسب قدرات كل شخص. بتدرس خلالها اللغه اليابانيه، لان ده اساس ان انت هتدرس بيه. مفيش اي دراسه في مرحله البكالوريوس في اليابان هنا باللغه الانجليزيه مش متوفر كتير. واعتقد مؤخرا بقى موجود، بس مش بنفس العدد اللي انا كنت موجود وقتها. لما انا كنت موجود ما كانش فيه غير الياباني تقريبا بس. فانا كنت محتاج ان انا ازود على دراسه الياباني عشان اقدر اتلاحق بالجامعه، وبعد كده اللي هي الفيزياء والرياضه عشان اقدر ان انا اخش الجامعه من اول وجديد كليه الهندسه المدنيه. قسم تخصص داخلي بقى هيبقى تخطيط عمراني. فانا جيت هنا اليابان الحمد لله رب العالمين. وعايز اقول لك ان انا اشتغلت في مصر حوالي 3 او 4 سنين عشان اقدر احوش فلوس
تقدر تخليني اقدر ادفع المصاريف بتاعه اول سنه فقط. لان هنا الحياه في اليابان وقتها 2015 كان تقريبا الثلاث اضعاف مصر. اللي هتقدر تصرفه في مصر في 3 سنين هتصرفه في اليابان لمده سنه واحده بس، لان مصاريف الجامعه هنا تكاد توصل ل $10,000 في السنه. فالموضوع كان تمام. ضخم جدا عليا. فانا كنت محتاج ان انا كان معايا مصاريف الجامعه، قدرت اوفر جزء منها وانا بشتغل في مصر. وقدرت ان انا كمان اشتغل شغل بعد الظهر، لان هنا القانون الياباني بيسمح لي ان أنا اشتغل شغل بعد الظهر، اوفر مصاريفي الاساسيه اللي هي المأكل والمشرب والمسكن والحاجات دي كلها. فقدرت انا كمان اشتغل بعد الظهر بحيث ان انا اوفر المصاريف الاساسيه بتاعتي. ففي خلال السنة، هي ما كانتش سنه بقى، لما انا دخلت الجامعه كان الحمد لله زي ما قلت لكم كان مستواي في اللغه اليابانيه كان يعتبر الى حد ما كبير. فانا كان مطلوب مني بس ادرس وكنت اوريدي مخلص جامعه في مصر. فانا كنت اوريدي عندي جزء من الكريدت من الساعات اللي هي تقدر تخليني ادخل الجامعه كمعادله. فكان كل المطلوب مني ان انا في خلال 6 شهور فقط ان انا ادرس الفيزياء والرياضه 2 اللي تهيأ لي دخول الجامعات اليابانيه. وده بالفعل حصل، ربنا سبحانه وتعالى كرمني يعني. وخلال 6 شهور بس هي الجامعه اتكلمت معايا، قالت لي انت في مستواك في اللغه مش محتاج ان انت تطول كتير في المدرسه اللي هي قبل دخول الجامعه دي. واحنا شايفين كمان مستواك مثلا في المواد العلميه اللي هي الفيزياء والرياضه دي ممكن في خلال 6 شهور بس ان انت تقدر تخلص المطلوب منك ده ما كله. شاء الله. ما شاء الله. وبالفعل الحمد لله رب العالمين يعني خلصتهم في 6 شهور بس. ده الكلام ده في 2015 في جيت هنا اليابان شهر 3. فشهر 9 تقريبا كنت دخلت بقى كليه الهندسه. دخلت ازاي كليه؟ احنا هنا في الجامعات في اليابان عندنا في كل كليه هو نظام كريدت اور. يعني متقسم لكاتيجوري مواد ليها علاقه بالمواد الادبيه، مواد علميه تخصصيه، ومواد مشتركه بين كل طلبه الجامعه. فانا اوريدي المواد الادبيه كنت مخلصها في حلوان، وكان فاضل لي المواد التخصصيه اللي خاصه بكليه الهندسه والمواد المشتركه. فهم عدوا لي كل المواد اللي كانت الادبيه، لان انا اللي خلصتها اوريدي، وكان فاضل لي جزئين بس. فقدرت اخش الجامعه من سنه تانيه، ان انا اقدر اعمل معادله اخش الجامعه من سنه تانيه. عظيم عظيم. دخلت الجامعه من سنه تانيه هندسه، كليه الهندسه المدنيه. طيب خلينا انا اسالك سؤال بقى تاني شويه مختلف يا اسلام، ونبدا نروح اتجاه الموبيليتي حبه. عايز اعرف الماجستير بتاعك كان عن ايه بالظبط، وليه بدات تعمل ماجستير ما اشتغلتش على طول؟ هل هو خطوه ساعدتك في ان انت تلاقي شغل ولا لا؟ اولا انا ليه عملت ماجستير ليه عملت ماجستير يعني. الفكره ان انا الشركه اللي انا اشتغلت فيها اللي شغال فيها في الوقت الحالي، او ان انا كنت حاطط تارجت من بدايه دراسه اللغه تماما او بدايه رحلتي مع اليابان يعني. شركه شرق اليابان للركاب بالسكك الحديديه، اسمها طويل شويتين. الشركه دي تعتبر شركه من الكاتيجوري اللي يعتبر كبير. احنا عدد الموظفين عندي في الشركه معدي حوالي 45,000 موظف، فهي تعتبر شركه كبيره. عشان تلتحق بالشركه دي الى حد ما لازم يكون عندك، لو هتشتغل كمان في مجال تخصصي خاص بالهندسه المدنيه، من الافضل انت تكون خريج دراسات عليا، خصوصا ان انا اجنبي. فهيكون المنافسه ما بيني وما بين الياباني اللي على الارض يعني هتكون اعلى. فانا اخترت ان يكون الكم المعلوماتي اللي عندي او الكم العلمي يكون الى حد ما كويس، يقدر يوظفني لغويا كمان ومعرفيا، ان انا لما اجي ابدا شغل على ارض الواقع اقدر احقق اللي مطلوب مني على ارض الواقع بشكل كبير. مجال الدراسه، مجال الماجستير كان عباره عن ايه؟ انا مش هعرف يعني اترجمها لان انا كنت شغال فيها بالياباني، فمش هعرف اترجمها بالنص كان الاسم ايه. بس هو كان عمليه اداره الوسائل او وسائل النقل من خلال العمل منظومه، ان يكون ازاي يكون عندي منظومه لاداره وسائل النقل في المدن الكبرى. انا حلو جدا. في البدايه خالص كنت عايز اعمل المقارنه دي ما بين يعني في دماغي المشروع الاساسي كان القاهره كمدينه كبيره، مدينه القاهره الكبرى. كنت عايز اعمل معاها هو الموضوع رساله الماجستير بتاعتي او كانت البحثيه كانت عباره عن مقارنه ما بين مدينتين كبار. في البدايه خالص كنت بفكر ان انا اعمل الدكتور بتاعي الاستاذي في الجامعه قال لي طب ما نخليها ما بين طوكيو والقاهره. لقيت ان المنافسه هتكون غير عادله على الاطلاق، لان طوكيو نظام المواصلات العامه فيها والفكر او التراكم التراكمي في منظومه اداره منظومه النقل في اليابان اختلاف يعني شاسع كبير. عن القاهرة، اختلاف كبير جدا. احنا في مصر عندنا الدولة أو الحكومة المركزية في القاهرة هي اللي بتمتلك كل وسائل النقل تقريبا، وبتمتلك الخطوط. وفي شركات حكومية هي اللي كانت بتديرها. مؤخرا بدأ يكون عندنا شركات قطاع خاص بتدير بعض الجهات وسائل النقل بشكل كبير. في اليابان الموضوع ماشي عكس خالص، دلوقتي اللي بيدير واللي بيمتلك كل الحاجات دي شركات من القطاع الخاص، وفي شركات متشعبه جدا، في شركات الباصات، في شركات التاكسي. الموضوع مختلف غير عندنا. فانا قعدت ادور على المدن المحيطه باليابان هنا، اكتر مدينه ممكن يكون المقارنه فيها تكون عادله فير. فلقيت هي مدينه سول في كوريا الجنوبيه. كوري جنوبي.
مدينه سول في كوريا الجنوبيه هم عندهم شبه يعني هم بداوا معانا لما احنا بدانا نعمل مترو الانفاق في مصر تقريبا، ان هم كانوا بادئين معانا في نفس التاريخ. بداوا هي كمان في سول بداوا ينشئوا في نفس الفتره الزمنيه شبكه مترو انفاق. بعد كده هو جت سول طبعا تطورت عندنا كبير جدا بسبب ظروف الحرب عندنا في مصر، حرب 73 وغيرها. حصلت فتره ان احنا بدانا نركز اكتر على الحرب، وبدانا حصل بعض المشاكل الداخليه يعني نركن النقطه دي. سول جت في 2004، عملت ثوره كبيره جدا في مجال تغيير مفهوم النقل العام. كان نسبه الشيرنج بالنسبه للمواصلات العامه هناك كانت قليله جدا. نسبه شيرنج البابليك ترانسبورتيشن بالنسبه للبرايفت كارز كانت بدات تقل بشكل كبير جدا. فهم كانوا عايزين يعملوا اعاده هيكله الموضوع من اول، يعني من اول وجديد. فده خلى نسبه الشيرنج دلوقتي تعتبر هي واحده من اكبر دول جنوب شرق اسيا في موضوع الشيرنج بالنسبه للبابليك ترانسبورتيشن. ان هم لقوا ان هم لو فضلوا يكملوا على سيستم ان هم يفضلوا ينشئوا خطوط مترو جديده، مش هيلحقوا ان هم يوصلوا يحلوا مشكله. يعني خطوط المترو عشان انتوا عارفين، عشان خط متر واحد يتحط او يتنشئ بياخد فتره زمنيه طويله جدا. احنا مثلا عندنا مثال زي مترو الخط الثالث. لكم ان تتخيلوا ان مترو الخط الثالث ده الخطه بتاعته محطوطه في السبعينات. بداوا ينشئوا فعلا، وبعد كده عمليه اعاده التفكير فيه كان البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك في 2004. مم. وبسبب احداث الثوره بدات اول مرحله افتتحوها منه في 2011 في 2012 او 13. وبعد كده احنا لسه بننشئ فيه، ومن المقرر ان هو هيخلص في 2000. احنا دلوقتي 2023، هو هيخلص منه في 2024 تقريبا. فشوف كام سنه عشان نخلص خط متر واحد. فتره زمنيه طويله فعلا. كبيره طبعا. جدا. فسول لقت ان هي لو عملت نفس السيستم ده او نفس الطريقه دي هتلاقي ان هي هتواجه مشاكل كبيره جدا. فهم بداوا يعتمدوا على البساطه العامه، وبداوا يعملوا لها زي محاور مروريه معينه. هنسيبني من النقطه اللي هي الهارد، هكلمكم على النقطه اللي هي السوفت في الموضوع. ان سول لقت ان هي لازم يكون عندها مؤسسه او كيان مؤسسي واحد هو اللي بيدير المنظومه دي كلها، بيدير الطرق، بيدير الجراشات، بيدير الاتوبيسات، بيدير المترو، بيدير التاكسي. يكون في زي سقف او زي شمسيه واحده تحتيها كل المنظومه دي. فهو يقدر يبص على الموضوع بشكل شمولي اكتر. يقدر مثلا ان هو لما يجي مثلا يتكلم عن الطرق السريعه، في الطريق ده مثلا احنا هنخلي الاتوبيسات هي اللي هي البايورتي من الساعه كذا للساعه كذا. لو في مثلا عربيه دخلت في المجال ده مثلا هي هيتم فيها بتسموها ايه، مخالفه، مخالفه تاخد مخالفه او مخالفه. حاجه زي كده. تمام. بالظبط. في بعض الاوقات من الزمن هتلاقي مثلا ان الشارع ده هيتمنع فيه الركنه في التوقيت الفلاني لان الضغط المروري عليه كبير. انت لما بيكون انت بتدير المنظومه بشكل مؤسسي بشكل من فوق، هيبقى عندك اللي انت بتقدر توظف كل كنترول. توظف كل الامكانيات اللي عندك في كل حاجه. انما احنا مثلا لما نيجي نقارن القاهره هنلاقي مثلا احنا عندنا هيئه النقل العام بتدير الاتوبيسات كجانب. عندنا شركات خاصه مثلا زي شركه مواصلات مصر بتدير الاتوبيسات كجانب. عندنا اللي هو الجرين باص الجديد بيدير المدن الجديده. عندنا مثلا هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده انشات مؤخرا كيان داخلها لاداره النقل العام داخل المدن الجديده، بتعمل اتوبيسات جديده خاصه بيها بتديرها مواصلات مصر. عندنا مثلا مترو الانفاق دلوقتي بقى في شركتين بتديره، الشركه المصريه والشركه الاجنبيه. كان عندنا ترام اتشال. بعد كده هيبقى عندنا بي ار تي على الطريق الدائري مثلا، في بي ار تي خطوط تباعه هتتعمل عندنا شركات تانية. عندنا مونوريل هتديره شركه تانية خالص. هتلاقي ان وعندنا تاكسي ابيض واسود لسه موجود بيديروا اشخاص. وعندنا المشكله الاكبر في اكبر ميكروباصات بقى كمان. شيرنج. ما هو الميكروباصات دي اكبر اكبر نسبه مشاركه او نسبه شيرنج يعني موجوده في البابليك ترانسبورتيشن في القاهره. دي بيديرها اشخاص، مع ان هي مهم. تعتبر يعني هي تعتبر النسبه الغالبه من اداره المواصلات العامه. طبعا انا مش بتكلم مش بقول يعني مش بعيب في سواقين الميكروباص، بالعكس دول بيأدوا مهام عظيمه جدا في اداره طبعا. في اداره المنظومه. انا عايز اقول لك يعني مثال بسيط، المواصلات العامه دي عامله زي الدم في العروق. يعني لو الدم بتاعك ما وصلش لكل جسمك انت هتبقى جسمك ضعيف. بقى بالظبط في. بالظبط. المدينه كذلك، المدينه دايما عامله زي الجسم بتاع البني ادم. هي عندها قلب لازم يضخ الدم في كل اجزائه، ولازم كل بني ادم يتنقل من نقطه لنقطه التانيه، بحيث انت تقدر تخلي الاقتصاد دايما في حيويه. دايما بالظبط. البشر لما بيتحركوا بسموث يكون الموضوع فيه سلاسه في الحركه اكتر، كل ما الموضوع يكون احسن. انا ليه بتكلم عن موضوع الميكروباصات؟ لما كل شخص كل واحد بيدير المنظومه لوحده فهو ما بيبصش غير على مكسبه هو فقط. انما لما المنظومه بتدار بشكل كامل فالموضوع بيكون المكاسب او المنفعه بيكون بتتحقق بشكل كبير جدا. غير اكبر مثلا احنا وبيكون في هدف. بالظبط. مثلا احنا عندنا الجراشات في مصر حدث ولا حرج. مين اللي بيدير منظومه الجراشات في مصر؟ ده موضوع ده محتاج حلقه لوحده. وهكذا في مشاكل كبيره جدا. فانا كنت بشوف ازاي ان احنا يكون كان عندنا جهاز بيدير الموضوع ده كله. احنا جينا في 2000 بعد الثوره بحاجه بسيطه كان عندنا جهاز عملوه كان اسمه جهاز تخطيط النقل تنظيم النقل العام بالقاهره الكبرى.
كان جهاز شويه شكلي ما حققش بعض الاهداف ليه على ارض الواقع. مؤخرا وزاره النقل خلته جهاز شامل، مش بيشمل القاهره بس، هو بيشمل الجمهوريه ككل. اسمه جهاز تنظيم النقل الداخلي. وبدا يبقى ليه بعض الاتوبيسات مؤخرا بدات تظهر في مصر، او في القاهره الكبرى. بس انا شايف انه احسن من الافضل يعني ان الجهاز ده يكون اقليمي اكتر، ان كل مثلا محافظه او كل اقليم على بعضه يكون ليه طبيعته الخاصه في التنقل، طبيعته الخاصه في التفكير. لو المكتب ده مثلا في المستقبل يكون ليه مكاتب، مثلا مكتب خاص بالقاهره بس، اداره منظومه النقل داخل القاهره بس، داخل اسكندريه بس، لان زي ما قلت لك طبيعه النقل مثلا داخل القاهره غير طبيعه النقل داخل اسوان، غير طبيعه النقل داخل السويس. في عدد سكان مختلف، في طبيعه سكان مختلفه. والجهاز ده هيكون مطلوب منه يعني ان هو يكون بيشمل كل وسائل النقل دي تحت مظله واحده. ده كان موضوع الرساله بتاعتي، ان انا ازاي اقدر ان انا اخلي كل ده. وده انا ليه وصلت له. طبعا انا مش بالف حاجه من اول وجديد. احنا مثلا في منظمه زي منظمه الجايكا، هي اللي كانت عملت دراسات عن النقل في القاهره الكبرى، الخمسينات والستينات والثمانينات والتسعينات لحد الالفينات. وكان دايما وكان في بقى مؤسسات جايه مثلا من فرنسا. كان معظم الدراسات او كلها بتتلخص في قول واحد فقط، ان مصر محتاجه عمل مؤسسي لاداره منظومه النقل. دي كانت من ضمن المشاكل اللي هم كلهم مشتركه بين كل الحاجات. فانا يعني حاولت ان انا ادرس او اكمل دراستي في حاجه ليها علاقه بالموضوع ده بس. تمام، عظيم جدا. طيب يا اسلام، يعني خلينا نرجع لورا سيكا ونتكلم عن الشغل. ستيل نفس التوبيك، بس بعد اذنك عايزك تعرفني اكتر عن الشركه اللي انت شغال فيها دلوقتي، و... ويعني والكلام هيجيب بعضه. خلينا نشوف الشركه الاول. تمام. الشركه اللي انا شغال فيها هي اتاسست في اواخر الثمانينات. اليابان لحد بدايه لحد منتصف الثمانينات تقريبا. كانت الحكومه اليابانيه بتمتلك هيئه اسمها هيئه السكه الحديد. هيئه السكه الحديد كانت تمتلك كل خطوط السكه الحديد في كل انحاء اليابان، فيما عدا القطاع الخاص. احنا في اليابان هنا كانوا قطاعين بيديروا السكه الحديد. كان في قطاع خاص وفي شركات كتيره جدا، وكان في القطاع العام وكان ليه شركاته. وكانت وهي كانت هيئه واحده بتمتلك كل القطاع الخاص. الهيئه دي جت في فترات زمنيه معينه، حصل لها مشكله بتمتلك ديون. القطاع العام صح؟ القطاع لا، ما العام. بتمتلكش القطاع العام. القطاع العام بتمتلك القطاع العام، لكن القطاع الخاص بيمتلك القطاع الخاص. وهنا القطاع الخاص بيمتلك يعني ايه؟ يعني مثلا زي مثلا الشركه المصريه لاداره وتشغيل مترو الانفاق، اللي هي بتمتلك بتدير الخط الاول والثاني، فهي بتمتلك الخط الاول والثاني وبتديرهم. ده فكره في اليابان. وهي شركه خاصه خاضعه لمراقبه الحكومه، لكنها شركه مساهمه في البورصه. الناس ممكن تمتلك اسهم فيها، وهي شركه بتدار بشكل منفرد تماما عن الحكومه. فاليابان لحد الثمانينات كان عندهم القطاعين دول، القطاع الحكومي والقطاع الخاص. طبعا الشركه بسبب مشاكل كبيره جدا، بسبب ما كانش عندهم الكونسبت ان هم يديروا منظومه سكه حديد. هو كان هو موظف حكومه، انا بشتغل شغل حكومي عشان في اخر الشهر اخد مرتب. فده خلى ان الشخص ان هو بيأدي مهمه في نقل الناس والحاجات دي كلها قلت من عنده تماما. طبعا تراكم الديون على الشركه دي، على الهيئه دي، طول الفتره الزمنيه دي، طبعا مع قله الصيانه للقطارات، مع قله صيانه المحطات. وان الشركه كانت بتشتغل في مجال واحد فقط لا غير، وهو مجال نقل بالسكه الحديد فقط لا غير. فما كانش عندها اي دخل تاني غير السكه الحديد. ومشاكل كتيره تراكمت ادت في الاخر ان الحكومه اليابانيه جت قالت الشركه دي لازم يتم خصخصتها. فلما جم يخصخصوها فكروا ان هي ما ينفعش يتم خصخصتها كده كشركه واحده، لانها هتبقى عندها مشاكل. فقسموها لشركات تانية. قسموها مثلا احنا في اليابان في 4 جزر، خلوا كل جزيره من الجزر دي، الجزر الصغيره، يكون ليها شركه مسؤوله عنها. وفي جزيره في النص يكون عباره عن 3 شركات. وقسموها بحيث ان كل شركه من الشركات دي يكون عندها مصدر اساسي يكون بتعتمد عليه كدخل ليها في المستقبل. بمعنى مثلا الشركه اللي انا شغال فيها دي هي شركه شرق اليابان لنقل الركاب. هم سموها على حسب الاقليم اللي هي بتشتغل فيه. المكان بتاعها، تمام. بالظبط. يعني شرق اليابان دي مسؤوله عن اداره النقل داخل طوكيو، فهي عندها كثافه سكانيه عاليه جدا، بتدير النقل فيها تحقق فيها ارباح. مثلا الشركه اللي هي بتاعت وسط اليابان دي بتمتلك اهم خط سكه حديد سريع بيربط ما بين اهم مدينتين في اليابان، اللي هي طوكيو واوساكا. ده عليه ضغط رهيب جدا. هو بيتحرك قطر تقريبا كل 3 دقائق، يربط ما بين المدينتين دول. سرعته بتوصل حوالي 320 كم في الساعه. فهي بتمتلكه ده، الى جانب ان هي بتمتلك منظومه النقل داخل ثالث اكبر مدينه في اليابان، هي مدينه ناجويا. فهي بتحقق ربحها من الموضوع ده بشكل كبير. والشركه الثالثه اللي هي الشركه اللي موجوده في غرب اليابان،
دي بتمتلك النقل داخل تاني اكبر مدينه هي مدينه اوساكا، وبتمتلك خط سريع تاني موجود في جنوب اليابان. فهم حاولوا يعملوا البالانس ان يخلي كل شركه عندها جزء من السكه الحديد بيدير لها دخل، تقدر ان هي تحافظ على الدخل ده في المستقبل. وطالبوا منهم ان هم يكون عندهم انشطه تانيه غير انشطه السكه الحديد. بمعنى مثلا الشركه اللي انا شغال فيها دي بدات تعمل انشطه مثلا زي تفتح محلات داخل المحطات، تعمل فنادق في الحدود الاداريه، الحدود حلو جدا. الاداريه ليها، بدات تفتح ديبارت مول، بحيث ان المحطات هنا في اليابان بدات مع الوقت تكون هي مركز المدينه. يعني المواطنين دايما بتتحرك من والى المحطه، فهم بيقضوا اغراضهم ويقضوا حياتهم كلها ما بين المحطه وما بين بيوتهم. فهم بيحاولوا يخلوا ازاي يقدروا على قد ما يقدروا يوفروا كل الخدمات وكل السبل الحياتيه داخل المحطات دي. فشركتي هي اسمها شرق اليابان لركاب السكك الحديديه، هي مسؤوله عن اقليم العاصمه طوكيو، من طوكيو لحد شمال شرق اليابان كله. احنا تقريبا بنغطي حوالي 14 16 محافظه. عدد الناس اللي بتستخدم القطارات بتاعتنا يوميا حوالي 17 مليون بني ادم. يوميا. يوميا عندنا 17 مليون بني تمام. ادم تقريبا بننقلهم على خطوطنا. عندنا حوالي 12000 رحله يوميا. بنمتلك حوالي 600 محطه داخل اليابان. عدد الموظفين حوالي 45000 موظف. كتوتال بقى ده انا بتكلم عن الشركه اللي هي الام، اللي احنا هنا هولدنج كومباني. عندنا شركات تانيه من يعني بتشتغل معانا، عندنا 72 شركه بتشتغل يعني فكجروب. كلنا مع بعضنا داخل الجروب ده حوالي 60000 موظف، بنوصل لحوالي 60000 موظف تقريبا. فهي منظومه كبيره بتدير. انا جزء انا بشتغل في الشركه الام اللي هي اليابان دي. الشركه فيها قطاعات، انا شغال في قطاع الانشاءات. قطاع الانشاءات ده لان زي ما قلت لك الاريا عندنا كفرنج كبير جدا. قطاع الانشاءات ده انا اي منشاه، اي حاجه الشركه عايزه تعملها او بتفكر ان هي تعملها، انا شغال في قسم المنشاه ده في مكتب طوكيو. فانا زي ما بقول تصليح محطات بقى، مشاريع تصليح محطات، مشاريع اعاده بناء محطات او حاجات زي كده، انا شغال في صيانات. القسم ده بالظبط. طب تقريبا بتتحكموا في كام كيلو سكة حديد؟ تقريبا عدد كيلوات السكه الحديد في الشركه بتاعتي زي بتاعت يعني الاساسيه في مصر، مش بتكلم على الفرعيه، حوالي 7000 حوالي 6000 وشويه كيلو متر سكه واو، حديد. واو. كبير جدا كبير جدا. كبير ده جدا. دي انا حقيقي. بقول لك بتختلف من مترو لهاي سبيد لا لأكتر احنا من بص. حاجة. اتفضل. كنت عايز ارجع لك النقطه دي. طوكيو اتفضل. عشان تبقى الموضوع ابسط بالنسبه لك، بسيط بالنسبه لك. هي طوكيو فيها ثلاث انواع من السكه الحديد. في حاجه بيسموها الاندر جراوند اللي هو تحت الارض. في حاجه بيسموها اللي هي البرايفت ريل واي اللي هي الشركات الخاصه. في حاجه بيسموها الجي ار اللي هي كانت اصلا الحكومه، اللي هي جمال جدا. الحكومه تمام. الحكومه اليابانيه. فالاندر جراوند ده شركه بتمتلكها شركه خاصه اللي هي طوكيو مترو، وهم عندهم حوالي 14 خط قطر تحت الارض كلهم. البرايفت، شركات البرايفت دي هي شركات بتمتلك خطوط بشكل كبير جدا من اطراف طوكيو، من حدود الاداريه لاطراف طوكيو الى حد ضواحي طوكيو في كل الاتجاهات. وبعد كده الجي ار بتمتلك خطوط بتربط وسط منطقه طوكيو كلها الى الخارج كذلك. فهم الثلاث مم. شركات دول. الجي ار بتمتلك حوالي حاجه 30 خط قطر داخل طوكيو كمنطقه اقليم طوكيو. وغير بقى الخطوط اللي موجوده في بقيه الضواحي او المدن التانيه. فانا الشركه اللي مسؤول عنها هي الخطوط بتاعتنا كلها يعني بنسبه 98% كلها خطوط فوق الارض سطحيه، سطحي. مش مم. مش اوكي تحت الارض. اوكي. سيرفس. تمام. بالظبط. زي خط المترو الاول، يعني اشبه ليه حاجه بيه خط المترو مترو الانفاق الاولاني، بغض النظر عن الجزء النفقي اللي هو ما بين احمد عرابي لحد سعد زغلول. عظيم عظيم. طيب لو تسمح لي برضو عايز اضيف حاجه، او عايز اسال عن حاجه. ايه اللي بيشجع القطاع الخاص ان هو يخش؟ انت قلت ان انتم معاكم الاونر شيب بتاعت الخطوط وصيانتها وادارتها. فايه اللي بيشجع القطاع الخاص ان هو يخش يقول للحكومه والله انا عايز اشتري الحته ديت من الكيلو كذا للكيلو كذا، وانا عليا الاداره وعليا الصيانه وما الى اخره؟ هي الفكره في موضوع السكه الحديد والخصخصه والكلام ده، الفكره ان الحكومه اليابانيه جت من فتره زمنيه بعيده شويه، من 100 سنه وشويه. القطاع الخاص بدا يخش بشكل كبير من ساعتها، مش من دلوقتي. فالقطاع الخاص كان شغال بارل مع الحكومه كانت في الاول هي حاطه خطه ان هي هتنشئ سكه حديد بنفسها، لكن الموضوع كان بتحصل مشاكل. فلقيت الحكومه ان هي لوحدها مش هتقدر تشتغل، فجابت معاها القطاع الخاص ينشئ خطوط وهو يديرها. بعد كده الحكومه جت قالت لا، الخطوط دي بقت خطوط مهمه، فبقت تشتري منه بعض الخطوط، وبدا القطاع الخاص يزود في خطوطه. الموضوع بقى ماشي كده لحد ما القطاع الخاص بقى عنده رصيد من السكه الحديد والحكومه عندها رصيد من السكه الحديد، كل واحد منفصل عن التاني. بس بعد كده ايه اللي حصل؟ جت الحكومه اليابانيه لقيت ان القطاع الخاص عنده مجموعه من الخطوط على الفرد مثلا. هبصرها لك بشكل بسيط جدا عشان الموضوع يكون سهل. زي الخط الاول بتاع مترو الانفاق،
الخط الاول بتاع المترو الانفاق ده هنفترض ان هو بتمتلكه الشركه الف. تمام. وعندنا مثلا الخط الثاني والخط الثالث ده بتمتلكهم شركه ثانيه خالص. فجت الحكومه بتحط خطط بقى اللي هي خطط الاربن بلاننج لكل مدينه من المدن بتاعتها. مثلا الحكومه اليابان مثلا المصريه هتيجي تقول يا جماعه الخط الاول ده بينتهي عند محطه المرج، وبعد محطه المرج ب 200 متر انا عندي خط سكه حديد تاني بيبدا لحد ما يخش جوه لحد ابو زعبل. طيب ليه الخط ده ما يكونش خط يكمل الخط الاول؟ يعني ليه ما اطلعش الخط اشيل الجزء ما بينهم ده واعمل له خط متصل يوصل لحد ابو زعبل كامل؟ مم. فالحكومه اليابانيه بتيجي هي اللي بتحط الخطط دي بتاعت بتشوف انهي ابسط انهي احسن الفرص ان هي تقدر توسع فيها الشبكه بتاعتها، وتقترح ده على القطاع الخاص. يعني مثلا تيجي تقول لشركه الف يا شركه الف انت لو وصلتي الخط ده لحد فوق خالص وعملتي له الشكل المتوازن ده وعملنا تكبير الشبكه بتاعتنا، انت هتحققي عائد اقتصادي بالشكل الفلاني، عدد الركاب بتاعك هيزيد بالشكل الفلاني، العائد المادي بتاعك هيزيد بالشكل الفلاني. وبتبدا الشركه في بعض الاوقات لو حست المشروع ده بيكون مشروع قومي او هيحقق اهداف قوميه. النقل بشكل كبير بيحقق اهداف قوميه واهداف اقتصاديه لان هي بتحقق اهداف اقتصاديه بشكل كبير جدا. فهي بتساعد الشركات دي بشكل كبير جدا في ان هي توصل للتارجت. مثلا لو الشركه امكانياتها الماديه ما تقدرش ان هي تخلي تعمل كهرباء للخط ده او تقدر ان هي تحوله لخط مترو، فتقدر الحكومه اليابانيه بتدعمها بشكل مادي معين. بس بعد ما الخط هي الشركه بتمتلكه وتبدا تديره بيكون الاداره بشكل كبير جدا وكل الامتلاك ده بتمتلكه الشركه هي من اول وجديد. فهي بتكون المقترحات الحكومه اليابانيه او الحكومات المحليه بتبدا تحط لها اقتراحات وهي بتبدا الشركه تشتغل عليها. وده اللي مثلا الخط الثاني مثلا هو دلوقتي وصل لحد شبرا الخيمه. كان في كلام دايما ان هو هيتم اليوب. لحد اليوب. مم. وقالوا ان هو مثلا مؤخرا ظهرت دراسات ان هو الجدول الاقتصاديه بتاعته مش هتحقق. بالظبط. مثلا الخط الاول برضو لحد شبين اول قناطر المفروض كان هيمتد لحد هو شبين دلوقتي قناطر. ظهرت مؤخرا ان احنا مثلا عندنا وزاره النقل اتكلمت ان هو هيبقى في خط تاني جديد هيكمل لحد شبين القناطر، وهيبقى يتم توصيله، هيكون اكبر خط مترو انفاق في الشرق الاوسط تقريبا. هيكون طوله حاجه و50 او حاجه و60 كيلو تقريبا. فدي كلها دراسات بتكون الحكومه بتحطها وتحطها ليها اولويات. يعني كل خط من الخطوط بيكون ليه اولويه. مثلا الخط الاول ده احنا عندنا منطقه ابو زعبل او منطقه شمال القاهره في منطقه المرج فيما فوق. الكثافه السكانيه بالنسبه للكيلومتر الواحد كثافه مرتفعه جدا جدا جدا. هي مناطق مليونيه مش مدن مليونيه، هي مناطق كثافتها السكانيه مليون. فاعتقد ان هي البايورتي بالنسبه لها هتكون بايورتي عاليه. فالحكومه مثلا هنا اليابانيه بتحط حاجات زي كده بتحطها كبايورتي اولويه وتقدر تقترحها الشركات. تبدا الشركات بقى تعمل دراسات جدوى داخليه بالنسبه لها، تقدر تشوف هي هتحقق اللي دفعته على المشروع ده خلال كام سنه، وتقدر تعمل دراسات بالنسبه ليها وتقدر تعلن الموضوع ده على اللي هم المستثمرين او اللي هم ملاك الاسهم اللي بيمتلكوا الاسهم اللي عند كل شركه، يقدروا ان هم بقى يشوفوا ان الموضوع ده ليه جدوى اقتصاديه او من عدم. طيب اسلام، النموذج اللي اليابان بتتبعه في فكره الارباح، اللي هو نون فير ريفينيو، او نموذج ان هم يحصلوا فلوس من حاجات تانية غير التذاكر. اعتقد ده من احدى الحاجات، او يعني خلينا نقول الحاجات المشجعه لاي شركه خاصه ان هي تدخل في المجال، لان هي عارفه ان هي بشكل او باخر هتقدر تحقق ارباح. بس انا عايزك تكلمنا اكتر ازاي الشركات، سواء اللي تبع الحكومه وتم خصخصتها، او تقريبا طوكيو فيها اكتر من 200 شركه قطاع خاص، ازاي الشركات مختلفه دي، إيه النموذج اللي معظمهم او كلهم يعني بيطبقوا وبيحصل منه على عوائد وكبيره كمان غير التذاكر. يعني انا على حد ما اعرف ان تقريبا اخر سنه ماليه للجي ار ايست ان تقريبا 30% اعتقد من الارباح خارج التذاكر. فايه اللي الشركات دي بتعمله، او ازاي بيتربحوا من خارج بيع التذاكر؟ بشكل بسيط جدا يا احمد، انت لو ما عندكش هدف مش هتركب وسيله المواصلات. يعني انت بتركب مواصلات عشان انت عندك هدف معين انت عايزه تعمله، سواء بقى الهدف ده كان وظيفه او هدف سياحه، هدف وظيفه او هدف ترفيه. لو الشركه بتمتلك سكه حديد بتوصل من مناطق سكنيه لمناطق عمل، مناطق العمل هنا في اليابان لحد ما منفصله. يعني احنا عندنا في مصر الموضوع شويه مختلط، مناطق العمل مختلطه شويه من المناطق السكنيه، بس احنا بنحاول نخرج من المفهوم ده. مثلا مثال زي العاصمه الاداريه الجديده هتبقى مناطق العمل وهتبقى مناطق السكن بعيد عنها شويه، فاحنا محتاجين نربط مناطق العمل بمناطق السكن. في اليابان الموضوع لحد ما منفصل، مناطق السكن بتبعد عن مناطق العمل. وخصوصا من المدن الكبيره زي طوكيو. يعني في ناس كتير جدا الغالبيه العظمى من اللي بيشتغلوا في طوكيو ساكنين بره طوكيو مش ساكنين في طوكيو، وبيعملوا رحلات يوميه من والى طوكيو. فالشركات دي بيكون عنده اللي هيركب القطر ده عنده هدف ان هو عايز يتنقل من مكان بيته لحد مكان عمله. فده هو هيعمل رحله
فهو كده بقى عنده الهدف الاولاني. طيب الشركات اليابانيه بقى في الخطوط اللي هي مش بتكون عليها ضغط كبير، او ان هي عايزه تخلق عليها ضغط، فهي بتعمل هدف، بتخلق هدف او بتخلق سبب يخلي الناس تستخدم المواصلات دي. فايه الهدف ده؟ مثلا هدف سياحي، ان هي مثلا عندها منطقه بعيده شويه عن طوكيو، هتعمل مثلا فيها منطقه ترفيهيه، هتجيب مثلا محلات، هتجيب فنادق، هتجيب، او هي اوريدي عندها حاجات بس مش شغاله، فهم يقدر ان هو يوظف مجموعه من وسائل المواصلات بشكل مختلف. يعني مثلا هنا في اليابان القطارات اللي بتستخدم في المناطق الترفيهيه، او اللي بتوديك من منطقه لحد من مكان ما لحد مناطق فيها ترفيه، بتختلف عن في كتير جدا من الاوقات عن القطارات اللي بتوديك من مكان بيتك لحد مكان شغلك. مهم. انا عايز اقول لك كمان في بعض الاوقات انا كمان استغربت الموضوع ده جدا، لسه عرفته مؤخرا كمان، في اناونسمنت، صح؟ انت بتشوف جوه الترين نفسه بيكون فيه اناونسمنت، هم بيخلوا نبره صوت الشخص اللي بيستخدم الاناونسمنت في القطارات اللي رحلاتها لمناطق عمل، غير الاناونسمنت اللي بيستخدم في مناطق ليها علاقه بالمناطق الترفيه. بالحاجات الترفيهيه. آه، بالظبط، بيخلوا حتى نبره الصوت مختلفه، بيخلي حتى المعلومات اللي هو بيديها لك داخل القطار مختلفه تماما. يعني مثلا من نبره صوته بيكون حاده شويه في موضوع اللي هو القطار الخاص بالشغل، اللي هو انت رايح شغلك وبيديك المعلومات الخاصه بالظبط. مثلا بالحاجات الاساسيه، القطر زحمه في اي محطه، انت هتروح في منطقه شغل في المحطه الفلانيه، فانت تروح بدري شويه، وكذلك المناطق مثلا بيكون فيها ترفيه، ممكن يديك مثلا عن درجه الحراره، ان مثلا في نوع من انواع من الزهور معين في المنطقه المعينه دي دلوقتي، بطبيعه الجو متفتح، فانت ده ممكن تروح تشوفه. بتكون حتى طبيعه نوع الاناونسمنت مختلفه، شكل القطر مختلف، ممكن يستخدم مثلا قطر قديم شويه يعمل فيه مثلا ديزاين مختلف شويه، فده بيخلي الناس عندها هدف ان هي تستخدم السكه الحديدي. وبعد ما يستخدم الهدف ده، فهو لما يروح الهدف ده هو هيصرف فلوس، هو هيشتري مثلا هدايا معينه، هو هيسكن في بيت، هيقعد في فندق معين، فهو اوريدي على طول الخط ده راكب القطر، ممكن قبل ما يركب القطر يروح موفر له مثلا زي لانش بوكس معين، ما فيش منه غير على القطر ده بس. يعني انت لو مش عشان تاكل الوجبه دي مش هتاكلها غير على القطر ده فقط، لما تروح المكان ده هتشتري منه الهديه دي اللي هي مش موجوده غير هناك بس. وانت مثلا ممكن تروح، ابسط المثال ممكن مثلا لما تروح هناك، مثلا هنا في اليابان في اكبر جبل موجود في اليابان تماما هو جبل فوجي. على القمه بتاع جبل فوجي ده عاملين هناك زي بوست اوفيس وزي بوست كارت، ما تقدرش تبعت الجواب البوست كارد ده من اي حته في اليابان غير من على المنطقه دي. فالناس بتبدا ساعات كتيره جدا ان هي تروح من هناك عشان يبعتوا لحبيبهم، انا وصلت لحد المنطقه دي عشان ابعت لك الجواب ده، لعائلتهم وكذلك. فهم شاطرين جدا في الموضوع ده، ان هو يخلق لك الهدف، ان هو يخليك تقدر تحدد تروح هناك، وبعدين يوفر لك الخدمه ان هي اللي هتخليك تروح المكان ده وانت تبقى مستريح، تقدر تعمل زي ميموري او ذكريات كويسه. وعايز اقول لك ان هم على المجال ده شغالين فيه كويس جدا من سنين طويله جدا، من الخمسينات والستينات، ان هم قدروا يعملوا مناطق ترفيهيه خارج العواصم او المدن الكبيره، وقدروا يخلقوا مناطق عمل، وقدروا يخلقوا مناطق سكنيه. وطبعا انا كمان في حاجه عملوها، يعني لسه شايف تقرير فعلا امبارح والله، كان في مدينه اسمها مدينه فوكوكا موجوده في جنوب اليابان، كان في خط قطر بينتهي عند نقطه، وخط قطر تاني بيبدا من نقطه تانيه، وكان ما بين النقطتين دول كيلومترات بسيطه جدا يعني. فهم مهم. اللي عملوه على مدار سنين طويله ان هم وصلوا النقطتين دول في بعض، فبقى القطر ده من النقطه دي يقدر يوصل للنقطه دي من غير ما الناس تغير. ايه اللي اتغير بقى؟ يعني بص، لما اقول لك الموضوع كله كيلومتر واحد، طبيعه السكن في المنطقه اتغيرت تماما. كان في ناس عشان كانت ساكنه في المنطقه الناحيه الثانيه من الخط القطر ده، وشغلها في الناحيه الثانيه، عشان موضوع التنقل ده كان بياخد منهم وقت طويل، فاضطروا ان هم يشتروا بيوت في حته ثانيه خالص عشان يقدروا يروحوا شغلهم بسلاسه. مباشر. لما الخط اتصل ببعضه، بيقولوا حتى طبيعه السكن اختلفت، كان في البيوت اللي هي الناس بدات تاجرها بدات تسيبها وترجع تسكنوا في بيوتهم زي ما كانت تاني، مهم. طبيعه المحلات اختلفت، وهكذا. المحلات بدل ما كانت فاتحه على الحته اللي هي الناس بتتنقل منها، بقت فاتحه على مدار الخط كله، وكذلك. فهم بيقدروا ان هو يوظف الخطوط القطر، خطوط السكه الحديد، ان هو يحط هدف يعمل مناطق سكنيه في اماكن بعيده شويه عن العواصم. في المناطق السكنيه دي بيخلي زي ما قلت لك الستيشن تبقى السنتر، يوفر فيها كل الخدمات، يوفر فيها مثلا زي سوبر ماركت، في بعض الاوقات بيحط مثلا فيها زي بوست اوفيس، يحط مثلا فيها يتعاون مثلا مع المجتمع المحلي، فيخلي مثلا الخدمات الخاصه بال اللي هي مكاتب المحليات والاجراءات دي يخلصها من جوه من جوه المحطه نفسها، المحطه نفسها. من جوه المحطه نفسها. فده بيخلي المحطه زي ما قلت لك هي السنتر اللي مم. بيتحرك منه كل السكان للمناطق المحيطه بيها. ومؤخرا يعني كمان بقى مثلا يعني على حد ما فهمت ان هو المحطه نفسها بيخليها مركز رئيسي، يضيف بقى مولات، فنادق، سكن، بحيث ان انا دخلت المحطه، دخلت بعمل تجربه كامله، مش مجرد ان انا داخل اركب القطر واروح مكان تاني وارجع وخلاص.
بالظبط. يعني مثلا حاجه بسيطه جدا مثلا عندنا في مصر حصلت، مثلا لما جم يعملوا خط المترو بتاع الخط الثالث، لقوا ان احنا مثلا عندنا العمق بتاع الخط الثالث لازم يكون اعمق من الخط الثاني عشان الموضوع التبديل ده، فخلى محطه الخط الثالث بتاعت المترو تكون عميقه زياده عن اللزوم، فده خلق فراغ ما بين محطه مبنى العتبه. الرصيف، محطه العتبه بالظبط، اه ما بين الرصيف بتاع المحطه وما بين مدخل المحطه، خلق فراغ كبير جدا. فده بالظبط. خلق في الفراغ اللي ما بيننا ده عندنا محلات. لحد فتره بالظبط. لحد من 3 سنين لما انا رحت المحطه كانت المحلات دي شبه فارغه تماما. لما رحت المره دي، نزلت مصر المره دي من شهر، من اسبوعين فاتوا، المحلات اشتغلت. ده حقيقي. المحلات معظمها، الغالبيه العظمى منها اشتغلت، واشتغلت كمان في حاجات تتناسب مع طبيعه المنطقه اللي هي موجوده فيها. مهم. يعني لقيت المحلات نفسها تتناسب مع منطقه العتبه. كان الاول عايزين يشغلوا محلات شويه الكواليتي بتاعتها عاليه زياده، يعني انا مش بقول ان الكواليتي في العتبه قليله، لكن بقول ان طبيعه لازم تداول دايما على طبيعه المحطه نفسها بالظبط. تتناسب مع طبيعه السكن اللي هي موجوده فيه. يعني ومع مثلا طبيعه في حتى الركاب اللي بيستخدموا الخط ذهابا وايابا. بالظبط. يعني مثلا عندنا مثال تاني، مثلا محطه زي محطه، على الخط الاول مثلا محطه زي محطه حدائق المعادي ومحطه زي محطه السيده زينب. انا شايف ان المحطات دي ممكن تكون مول تجاري كبير جدا. يعني مهم. احنا عندنا كثافه سكانيه ضخمه جدا بتروح من والى المحطه كل يوم، وفي ناس كتيره جدا هيبقى انسب ليها ان هي تنزل من المترو، تطلع تجيب كل احتياجاتها من جسم المحطه ده وتنزل ترجع تاني تروح على شغلها. مثلا لو جبنا المحليات، البريد، خدمات معينه، كل ده في جسم المحطه. واللي يدير الموضوع ده مش لازم شركه المترو، اللي يدير ده الموضوع ده يكون ممكن القطاع الخاص، وده المثال اللي بتمشي عليه كل الشركات اليابانيه تقريبا. وانا عايز اقول لك ان غالبا يعني حاجه شبه كده بتحصل بس بشكل غير ممنهج، ان انت تقريبا محطات المترو خاصه الطرفيه والمحطات الكبيره لما بتخرج بره المحطه بتلاقي عدد ضخم من الباعة الموجودين، لان هو عارف ان الناس هتشتري وهو راجع بيته مثلا، عايز يشتري حاجه معينه وهو جاي يشتري حاجه في شغله، بس مش مقننه. ممنهجه، مش مقننه، مش معموله بستايل ان المحطه نفسها بتحتوي. لذلك مثلا لما تيجي المحلات شويه، لا انتوا وضعكم غير قانوني، فالناس تمشي، وبعدين المحلات تمشي فالناس ترجع، الوضع غير مقنن يعني. بالظبط. فهو الموضوع لما بيتقنن وبيتم بيتم عمله في منظومه كامله، وخصوصا الموضوع ده بقى بتديره الدوله بشكل، مش لازم تديره الدوله، ممكن تديره القطاع الخاص، بس لازم الدوله هي اللي بتنظمه في البدايه، في محلات وكده، وندير القطاع الخاص، وده هيحقق ربح قدام شويه. بعدين مثلا مثال بسيط جدا، مثال بسيط جدا جدا، مثلا عندنا زي السكه الحديد. احنا عندنا مثلا في السكه الحديد، وانت سكه حديد مصر في منطقه رمسيس وانت داخل من غمره رايح على رمسيس، بتلاقي كوبري اكتوبر كده خد كيرف. الحته اللي هو بيتخطاها دي هي منطقه ورش كبيره جدا موجوده في رمسيس. المنطقه دي ارض في جزء كبير جدا منها غير مستغل. ده ممكن تبقى مثلا منطقه ابراج تجاريه، ممكن تكون منطقه مثلا مول تجاري كبير. وانت عندك اوريدي المسافه ما بين غمره لحد محطه رمسيس مسافه طويله. انت لو عملت هناك مثلا محطه وربطت المحطه دي بالسنتر التجاري او الابراج اللي انت عملتها، ودي هتلاقي يبقى في دخل. وده اللي اعتقد ان الحكومه كمان عندنا ماشيه فيه في موضوع استغلال اراضي السكه الحديد. يعني مثلا منطقه زي منطقه بشتيل، مثلث بشتيل نفسه، هينقلوا مثلا الخط بتاع خط الضواحي، خط اسكندريه الرئيسي، هينقلوه لورا شويه، فهيوفر مكان الخط القديم، مكان جزء من الاراضي الفاضيه، هيوفر فراغ، هيتعمل فيه انشاء ابراج، هيتعمل فيه مول تجاري. بقى احنا لحد ما دلوقتي مصر ماشيه في الاتجاه ده شويه بشويه، ان احنا نخلي السكه الحديد بتدار بشكل مش سكه حديد فقط، في شركات كمان بتساعدها. يعني انا سمعت كمان من وزير النقل ان محطه رمسيس، محطه بشتيل، اتعملت من فلوس الهيئه، من توفير الاراضي. هي هتبيع اراضي عندها، هتوفر. فاحنا دلوقتي خلقنا جزء ارباح من بره الدوله، من بره خزينه الدوله، ان احنا ندير المنظومه ونوفر لها ارباح بشكل مختلف. هو السياسه دي لو تطبقت بقى بشكل اكبر او واسع، مش على السكه الحديد بس، على المترو وعلى غيرها، هتحقق ارباح. وده اللي ماشي عليه اليابان اصلا. طيب عظيم. باك تو جابان بقى. تمام. بالظبط. خلينا نتكلم عن دراسات الجدوى. ازاي بنعمل دراسة جدوى، وازاي كمان بيبقى فيه، يعني انا ملاحظ مثلا من كلامك ان في زي كونكشن قوية جدا ما بين الحكومة وما بين الناس، لضمان لما تيجي الحكومة تعمل بدء مثلا الخطة ان هي بتبلان على انها تنشئ مثلا كوبري معين، في كونكشن قوية جدا بتربط الحكومة بالشعب عشان خاطر تاخد فيدباك منه. فعايزك برضو تكلمنا عن الموضوع ده لضمان نجاح المشاريع المقامة عن طريق الحكومة. الحكومه لما بتيجي تحط خطه او حاجه مصطفى، انت عشان تحط خطه او حاجه لازم يكون عندك مشكله. فهي مثلا بتروح منطقه معينه او مدينه معينه، بتشوف مشاكل المدينه ايه، مثلا مشاكل مروريه، مشاكل تنقل، مشاكل غيرها. فهي عشان تحل المشكله دي احنا عندنا حلول في الحل الاول والثاني والثالث والرابع. بنبدا نشوف كل حل وتحقيقه على ارض الواقع في امكانيه او مش امكانيه، وتحقيقه على ارض الواقع بالامكانيه دي ماديا ماديا هينفع او مش هينفع.
فكل ده بتحطها الحكومه. مش بتكلم عن الحكومه المركزيه، بتكلم عن حكومه الحكومه مثلا زي حكومه طوكيو. حكومه طوكيو دي حكومه كبيره جدا هنا في اليابان، عدد موظفينها كبير جدا جدا. انا شفت رقم كان بيعدي 56,000 موظف تقريبا، لان هي كيان كبير جدا ضخم. فهي بتحط الماستر بلان، بتحط الماستر بلان بتاع كل مدينه، خلق بقى ترانسبورتيشن وغيره. وبيبقى على سكيل اكبر ساعات بتحطها وزاره النقل اليابانيه. بتحط مثلا ان انا زي ما قلت لك مثلا، زي مثال بسيط جدا انا عشان ابسطه مش اكتر، لو مثلا موضوع من بعد المرج، احنا عندنا مثلا هو بتاع الخط ده عشان نعمله هنعمله ازاي، وعشان يحقق جدوى اقتصاديه هيحقق جدوى اقتصاديه ازاي، ومستقبلا هيبقى دوره ايه في تغيير اسعار الاراضي اللي على جانب الطريق، على جانبي الخط وكذلك. فده الحكومه اليابانيه بتعمل نفس الحكايه، ان هي مثلا بيكون في اللي هي الحكومات الاقليميه او غيرها، بتيجي مثلا تشوف المشكلات اللي عندها، وعشان تحقق المشكله دي بتحط الخطط كلها، الماستر بلان بتاعت كل مدينه. بتيجي شركات السكه الحديد بتشوف الماستر بلان دي ازاي تقدر تشتغل عليها عشان تحقق بالظبط، لازم تحقق ليها هدف او ربح، اسف، عشان هتحقق الهدف بتاع الحكومه، وفي نفس الوقت عايزه تحقق لنفسها ربح، لان هي شركات مساهمه، هي مش شركات مش ملك الحكومه. في ناس مساهمين فيها، في ناس مستثمرين بيبقوا عايزين فلوسهم، يعني يشوفوا فلوسهم بتروح فين يعني. فاحنا بنشوف الماستر بلان بتاعت كل الشركات الحكومه بتحطها دي، وازاي احنا نقدر نشتغل عليها. ان احنا مثلا لو عندنا محطه مثلا قديمه، فانا عشان هم طالبين مثلا المحطه جسمها بقى صغير. مثال بسيط جدا، مثلا محطه زي محطه حدائق المعادي من قبل ما تتجدد، كانت محطه موجوده على كل رصيف محطه بشكل سطحي. آه، طبعا عدد السكان كبير جدا بقى ضخم جدا، فاضطرينا مثلا نهدم المحطه القديمه ونعمل محطه تانية علويه فوق الخط بشكل كبير. فده اللي بيحصل، مثلا تلاقي محطات قديمه في اليابان جسمها صغير جدا، وتلاقي عدد السكان اللي بيستخدموها عدد كبير جدا. فانا بقى عايز اهدها عشان اعمل محطه علويه. طب انا لما اعمل محطه علويه تكلفتها عاليه جدا. طب التكلفه دي عشان ارجعها تاني هرجعها ازاي؟ طيب جوه جسم المحطه دي مثلا انا هعمل محلات، هاجر محلات. طب ايه المحلات اللي انا ممكن اجرها تتماشى مع طبيعه المنطقه؟ يعني مثلا مش هاجي مثلا محطه زي محطه العتبه مثلا هحط ستاربكس، مش هينفع. انا عايز حاجه تتناسب مع طبيعه المستخدمين. فهو يجي يشوف طبيعه المنطقه دي مثلا ازاي، ايه نوع المحل اللي هو عايز يحطه، ايه نوع الخدمات اللي الناس طالباها هناك، فيحب يحط محلات او تتماشى مع طبيعه المنطقه نفسها، وتحقق له ربح. هو يعمل دراسه جدوى المحلات دي مع ايجارها مع الارباح اللي هتحققها على مدار كام سنه. بعد كام سنه انا هقدر اجيب العائد المادي اللي انا دفعته عشان انقل من جسم المحطه دي من محطه سطحيه لمحطه راسيه. وكذلك بتحس بقى على حسب كل منطقه وطبيعتها، ومش في كل الاوقات لازم تكون الهدف ربحي بحت. في بعض الاوقات لازم يكون هدف اجتماعي، ان انت لازم تكون انت بتخدم المجتمع اللي انت موجود فيه. يعني مثلا في خطوط كتيره جدا على شركات كتيره جدا من شركات اليابان، بتبقى الخطوط بتاعتها ما بتحققش اي ربح خالص، بس هي بتخدم السكان. فالحكومه بتبتدي تقول انا عارف ان هي ما بتحققلكمش ربح، فهي بتدينا زي كفر ان انت تصرف بيها على الخط ده كصيانه، وانت تفضل تحقق دورك الاجتماعي. مش كل الادوار بتكون ادوار راس ماليه بس، لازم يكون في دور اجتماعي بتحققه الشركات كمان. حلو جدا. بس برضو عايزك تتكلم اكتر في فكره، يعني مثلا على سبيل المثال انا هانيشيت مثلا خط بي ار تي من المسافه الكيلو رقم 1 للكيلو رقم 10. بناء على ايه بقول ان لا انا هعمل شبكه مواصلات تخص مثلا باصات، لا انا هعمله سكه حديد، لا هعمله مونوريل وما الى اخره، او هعمله حتى هاي سبيد؟ بناء على ايه الكلام ده؟ وازاي بتتم نفسها دراسه الجدوى نفسها، ازاي بتتم؟ انا هتكلم عن برضه حاجه بسيطه جدا، وممكن الناس تلاقي الداتا بتاعتها موجوده على الكمبيوتر بشكل كبير جدا، يعني على الانترنت اتفضل. اسف. في اللي هي الدراسه بتاعت البي ار تي، انشاء خط بي ار تي من جامعه الدول العربيه تقريبا الى اخر شارع فيصل. في خط هناك المفروض هيتعمل يعني. الخط ده كان حطاه البنك الدولي، كان ساعد مصر مع وزاره الاسكان ان هو دعم مصر ماديا في الموضوع ده. اللي حصل بقى على ارض الواقع، اللي حصل على ارض الواقع ان في عدد من الناس نزلوا على ارض الواقع فعلا، وكانوا بيعدوا الناس. يعني يقف مثلا في محطات اماكن تجمع الناس، مثلا في شارع جامعه الدول العربيه، مثلا في شارع فيصل، في الشارع كذا منطقه، يقف في الشارع يبدا يعد الناس ويساله هو رايح فين. فهو يعرف ان مثلا من النقطه دي، مثلا من حلو جدا. منطقه جامعه الدول العربيه لحد فيصل في رحله، من فيصل لحد النقطه دي في رحله. فيبداوا يحددوا الرحلات، عدد الرحلات، الطلب على الرحلات، ضغط واصل فين. فببدا ان انا على حسب عدد الرحلات دي او التنقل على ارض الواقع، مع توقع المستقبل. بمعنى مثلا لو المدينه اللي انا بشتغل فيها دي مثلا، بمثال بسيط مثلا منطقه جامعه الدول العربيه دي، لو انا عندي احصائيه بتقول انه مثلا في عدد السكان المعين ده، بس عدد الاطفال فيها العدد ده،
فالاطفال دي لما تكبر هيبقى عندها تطلب للنقل او عطش للنقل بالشكل الفلاني. فانا بدل مثلا هيبقى عندي طلب على النقل بالرقم الفلاني للرقم الفلاني في المستقبليا بعد 10 سنين. طيب عدد السكان ده مع طبيعه المنطقه دي ده لا، السكان ده عشان يتنقلوا بشكل معين هيحتاجوا سكه حديد، السكان ده بشكل معين ده هيحتاجوا بي ار تي، السكان ده بشكل معين هيحتاجوا مجموعه باصات. هي لا، هي مجرد تاكسي وخلاص. بتختلف على حسب عدد انت طلب النقل عندك قد ايه، او ضغط النقل اللي عندك قد ايه. الكثافة ف... السكانية. بالظبط. فالناس نزلت على ارض الواقع، عدد الناس من المحطات اللي هي محطات غير رسميه، انت بتلاقي ناس واقفه في الشارع من غير اي محطات رسميه خالص، بداوا يعدوهم، بداوا يحددوا عدد الرحلات. فقالوا يا جماعه انتوا محتاجين خط بي ار تي. خط البي ار تي ايه هو البي ار تي عشان بس الناس تكون ماشيه معانا؟ البي ار تي ده هو خط اتوبيس بيمشي في مسار منعزل. مش مجرد ان انا عملت مسار منعزل وحطيت فيه اتوبيس كده هو بي ار تي، ده مش هيحصل. هو ليه متطلبات او ليه مين يعني. انا اسف بحاول اطلع كلامي الانجليزي، بس هو الكلام مش هيطلع انجليزي لان انا كله ياباني، فالموضوع سبيكس، هيبقى صعب. مواصفات معينة. ولا مواصفات يهمك معينه ولا يهمك. بالظبط، هو ليه مواصفات معينه. من مثلا البي ار تي مثلا ايه المواصفات بتاعته؟ ان الاتوبيس نفسه يكون نون ستيب باص، ما يكونش ليه اي ستيب تخش وتطلع من الاتوبيس من المحطه للاتوبيس بشكل سموث جدا زي اتوبيسات مثلا مواصلات مصر. ان تدفع اجره الاتوبيس من قبل ما تدخل الاتوبيس، مش من جوه الاتوبيس زي المترو. ان انت يعني في عندك مكان في المحطات تدفع الاتوبيس من قبل ما تخش الاتوبيس عشان عمليه الدفع. وان انت تتكلم سوا في موضوع الدفع ده بياخد وقت، احنا عايزين الموضوع يبقى فيه شيء سموث. ده اوكي. جزء. ان الاتوبيس يفضل مساره منعزل تماما عن كل وسائل النقل الاخرى على طول المسار. ما ينفعش تيجي مثلا في حتى في متر واحد بس تدخل عربيات مع الاتوبيس، كده ما بقاش بي ار تي. لازم المسار يكون منعزل تماما. دي العناصر الجوهريه اللي انت تخلي تقول على سيستم ان ده سيستم باص بي ار تي. فهم جم عظيم. قالوا يا جماعه انتوا محتاجين السيستم ده. وفي الغالبيه العظمى بتكون اتوبيسات اللي هي اتوبيسات متصله ببعضها، بتكون اتوبيسات طويله جدا متصله ببعضها عشان تحقق قابليه ان عدد كبير جدا من الركاب يركبها في وقت زمني قليل. وفي بعض الاوقات بيعملوا عليها مثلا اتوبيسات اكسبريس. انت مثلا بيكون عندك الرصيف في المحطه موجود، وجنبه مكان الاتوبيس بيقف، وجنبه تاني في حاره زي حاره فاضيه بتسمح للاتوبيس ان هو يتخطى المحطه دي ويروح المحطه اللي بعديها مباشره. بحيث ان مثلا لو انت مثلا عايز تروح من النقطه، مثلا احنا عندنا خط الف ب ج، انت مثلا عايز تتنقل من الف لج بس مش عايز تعدي على ب عشان ما تضيعش وقتك، فيكون مثلا في اتوبيس بيقف الف ب ج وفي اتوبيس تاني بيقف في الف ج بس. فهو ده انواع تمام. مختلفه من السيستم بتتحقق في المستقبل. فهم انا ارجع لك تاني للنقطه اللي انت كنت بتكلمني فيها. فهو ده مثلا الخطه اتعملت والدراسه اتعملت، خلاص يبقى احنا عدد السكان ده هيمشي معاه بي ار تي سيستم. طب ليه هيمشي معاه بي ار تي سيستم؟ مثلا لان مثلا المدينه دي مدينه الى حد ما دخلها مش مرتفع، فهي مش هتقدر تعمل انفستمنت كبير انفراستراكشر. جدا. بالظبط. في موضوع المترو، انا قبل التعويم الاخير ده بالفلوس على ارض الواقع في مصر كنت عارف ان الكيلو متر واحد تحت الارض بيكلف الدوله المصريه حوالي 3 مليار جنيه. الكيلو متر يا الواحد الله. سكه انفاق بيكلف مصر، الكلام ده قبل التعويم، كان بيكلف مصر تقريبا ما يعادل 3 مليار جنيه. احنا عندنا الخط الثالث بتاع مترو الانفاق معدي 30 كيلو. عشان كده الخط دلوقتي تجاوزت ميزانيته 90 مليار جنيه تقريبا. ده بكلم في خط واحد هيخدم منطقه واحده اللي هي من منطقه هو يعني من شمال شرق القاهره لشمال شرق الجيزه، وجزء من جنوب الجيزه في منطقه جامعه القاهره. بكلم في خط واحد بس داخل مدينه واحده بس. البي ار تي بقى ما بيتكلفش تقريبا حوالي اقل من 5% من التكلفه دي كلها. ده لو كمل كلفه اكتر. انت عندك مسار اوريدي حلو جدا. منعزل، هتحط فيه اتوبيسات. بالنسبه للدول اللي هي مش بقول عليها عالم ثالث، الدول اللي هي بتسعى ان هي تكون دول متقدمه في المستقبل، اللي هي الدول مثلا مصر ممكن تدخل في نفس الكاتيجوري بتاعها. فهي عندها قابليه ان تطبق سيستم زي ده، وهو ده السيستم اللي كتير من الاوقات دراسات الجدوى مؤخرا في مصر ماشيه فيه. وده السيستم اللي اعتقد ان احنا بدانا نحطه دلوقتي. يعني مثلا عندنا البي ار تي موجود على الطريق الدائري، في 3 خطوط تانيين او خطين تانيين موجودين دايما في جنوب الجيزه منطقه الرمايه، وفي خط تاني موجود مثلا على طريق الاوتوستراد، وفي بيقولوا في خط تالت هيبقى كده هيروح ل 6 أيوة. اكتوبر عن طريق المحور. فاحنا ماشيين في نفس المجال ده بالظبط. وماشيين كمان في مجال انتاج الاتوبيسات محليا، بحيث ان احنا السيستم ده احنا مش هنحتاج مثلا فيه خبير اجنبي. احنا هيبقى السيستم ده المصري هيقدر اللي هو يجيب المواصفات بتاعت البي ار تي هيحققها على ارض الواقع. انت بتنتج الاتوبيسات داخليا، فانت ممكن تحقق ان انت تعمل السيستم ده كله بشكل لوكال جدا، فتقدر توفر عمله صعبه، تقدر انت بشكل المهندسين والناس اللي عندك تقدر تنجز المشروع ده من غير انت تتعامل مع العالم الخارجي. مش بقول التعامل مع العالم الخارجي حاجه وحشه، لكن بقول انه بيخلينا ناخد وقت طويل جدا عشان ننجز مشروع واحد بس. فده فكره ان انت ازاي في مصر انت ممكن تحدد اي نوع سيستم معين من الترانسبورتيشن يناسب منطقه معينه على سؤالك.
بصراحه انا بحاول اجيب كان في دراسه او يعني بوست نازل من وزاره النقل، بتتكلم على اسعار الكيلومتر بالظبط يعني، بس بحاول اجيبه. هو مش هوصل له. وزير النقل المهندس كامل الوزير كان اتكلم فيها في لقاء تلفزيوني تقريبا من فتره كان مش من في بعيده كان قوي. بالظبط، هم كانوا ناشرين على قصه الكيلومتر في الاندر جراوند، وكيلومتر في المونوريل وفي القطر وفي السريع البي ار تي و الى اخره. طيب خليني اسالك بقى سؤال. ارخصهم البي ار تي على فكره، ارخص ما تماما البي ار تي. قال لهم في ان انت انفراستراكشر، انت مش محتاج لا كباري ولا محتاج انفاق ولا محتاج حاجه، الموضوع يعني بشكل او باخر اقل تكلفه بشكل كبير يعني. طيب، بالظبط. خليني اسالك سؤال تاني يا اسلام. انت شغال في مكتب اداره المشروعات الخاص بالشركه عندك. كان في صوره كنت قلت لك عليها قبل كده، اللي انت كنت متصورها على اكونت تويتر بتاع الشركه، وفي ظهرك واحده من المحطات، وتقريبا المحطه دي كان تم تجديدها بسبب اولمبياد طوكيو 2020. انا عندي سؤالين. السؤال الاولاني، انا عايز اعرف كان دورك ايه جوه المشروع ده؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، عايز اعرف يعني، من هنا نتكلم ان النظام اصلا او المنظومه او الموديل الياباني بيتكلم على مركزيه المحطه. ايه الفلسفه اللي بيتم استخدامها في تصميم المحطات؟ يعني احنا ايه اللي بنتبعه عشان نصمم حلو المحطات؟ جدا. انا دوري ايه في الشركه؟ انا مهندس مدني. احنا عندنا الشركه او المكتب اللي انا شغال فيه، او القسم الانشاءات الهندسيه، بينقسم لاقسام كتيره هندسيه. عندنا القسم المدني، قسم المعماري، قسم الكهرباء، وفي بقى اللي هي الحاجات اللي هي شويه الحاجات اللي هي علاقه بالاوراق، اللي هي مثلا زي العقود والديزاين والحاجات الفلوس، الحاجه علاقه بالفلوس اللي هي البادجت. فالموضوع ان انت بندير المشروع من كافه الجوانب بتاعته. فانا انا طبعا مش لوحدي، انا في تيم ورك زي ما قلت لك. كان معايا تيم ليدر، هو اللي كان مسؤول معايا، وكان معايا حد اكبر مني كان مسؤول معايا. احنا كنا تيم الخاص بالسيفل انجينيرنج. احنا كنا بندير الموضوع من خلال الموضوع المدني، الجزء المدني فيه. المحطه دي كانت محطه عشان تتجدد، كانت محتاجه حاجات كتيره جدا تتعمل. هتتجدد ليه؟ هتتجدد لان كانت محطه قديمه، واحنا كان جنبنا استاد كان من المقرر ليه في اولمبياد طوكيو 2020 ان هو هيستضيف جزء من الالعاب اللي هتعمل هناك. فكان الضغط على المحطه هيزيد، فاحنا كنا مطالب مننا ان احنا عشان نقابل الضغط ده ان احنا نكبر جسم المحطه. وده اللي اتعمل في خلال الفتره الزمنيه، في خلال فتره زمنيه تجديد المحطه، وخلال كام سنه انا اشتغلت فيهم مع التيم اللي هو كان بيجدد المحطه ده. طب فلسفه المحطه ازاي بتتعمل في اليابان؟ زي ما كنت بكلمك على فلسفه المحلات اللي بتتعمل في المحطه، هي نفس فلسفه تصميم المحطه. يعني مثلا لو المحطه اللي انا كنت مسؤول عنها هي اسمها محطه هاراجوكو. منطقه هاراجوكو دي هي منطقه المسؤوله عن الفاشن في طوكيو بالنسبه للشباب الصغير. يعني هي مركز الفاشن بيسموها، يعني هي الفاشن بتاع كل اي حاجه جديده تطلع، فاشن جديد في اليابان بيتعمل من هناك. هي قريبه جدا من منطقه منها اسمها منطقه شيبويا، ودي منطقه شباب كتيره جدا. وفي منطقه اللي هي الاوموتي ساندو. اوموتي ساندو دي فيها معظم المحلات اللي هي البراندات العالميه. فاللي عايز يشوف الفاشن بتاع اليابان ماشي ازاي، فاشن قديم او حديث او غيره، بيجي محطه هاراجوكو دي. فهو الديزاين بتاع المحطه نفسه كان ازاي يتناسب مع المنطقه الشبابيه دي، ويتناسب كمان ان احنا على الجانب الاخر من المحطه عندنا اقدم غابه صناعيه موجوده. طبعا الغابه الصناعيه دي منطقه طبيعيه، فما فيش ارتفاعات كبيره فيها. فازاي ان هو يعمل منظور يحافظ على المنطقه الغابيه اللي هي موجوده جنب طوكيو، جنب المحطه دي، وفي نفس الوقت يقابل متطلبات الشباب اللي هي ان يكون شكل المحطه عصري. وفي نفس الوقت ان احنا كان عندنا اصلا محطه قديمه بشكل جميل جدا، محطه عمرها كان معدي 120 او 130 سنه. فازاي ان هو يقدر يعمل مزج ما بين الثلاث حاجات دول، يطلعهم في صوره تتناسب، ترضي كل الاطراف، مع طبيعه اليابان القديمه كجسم محطه قديم. طبيعه زجاجيه تخليك تقدر تشوف اللي هي الغابه الصناعيه دي، الغابه الصناعيه دي من كل مكان. وفي نفس الوقت تقدر تحافظ على ارتفاع معين، تقدر تحط فيها مجموعه محلات معينه تتناسب مع طبيعه الشباب الموجوده، وتقدر تخدم الحركه الكبيره جدا للشباب في اوقات الذروه، اللي هي مثلا اوقات الاجازات وغيره. كل ده بيتحط في الاعتبار لما يجي يصمم اي محطه. معلش، نقطة تانية برضو. أنا فاكر لما كنت بسيرش على المحطة دي زي ما قلت لك، كان في شوية اعتراضات من الناس على تغيير الشكل. في ناس بتحب تلتزم شوية أو بيعجبها الشكل الجمالي القديم. تقريبا شكل المحطة القديم قريب من شكل محطة مصر عندنا دلوقتي، واليوم سيمبل كده، كان شكل ديك من فوق مش عارف إيه.
ازاي الشركات او الحكومه بتتعامل مع اعتراضات الناس على التغيير اللي بيتم في المحطه. يعني احنا بنتكلم، احنا بنغير نموذج عشان احنا عندنا دراسات بتقول ان احنا التغيير ده هيساعدنا في واحد اتنين تلاته اربعه، بس مع ذلك في اراء مختلفه مع القصه دي. ازاي بيتم هندله القصه دي؟ هو انا يعني مش هكلمك عن المحطه دي بشكل كبير، هكلمك عن المنظومه ككل بتدار ازاي. ان لما بيكون في مشروع في اعتراض بشكل كبير جدا، الحكومه بتحاول توصل لهدف، او بتحاول توصل لحل يرضي كل الاطراف. مثال بسيط: لما جم يعملوا مثلا الخط القطار السريع اللي هيربط ما بين طوكيو لحد شمال شرق اليابان، اللي هو بيسموه الخط اللي هو التوهوكو شينكانسين، او اللي هو الخط اللي بيوصل لحد منطقه سينداي، او دلوقتي بيوصل لحد كمان لحد جزيره هوكايدو في الشمال. الخط ده كان عليه اعتراض كبيره جدا لانه هيمر على منطقه سكانيه، وكان السكان خايفين جدا. فالحكومه قاعده تفكر يا جماعه يمين وشمال وبتاع، الناس كانت رافضه تماما. فقال لهم طب في اقتراح: جنب الخط السريع ده تحت احنا هنعمل خط لوكال يخدم المنطقه السكانيه بتاعت الناس دي كلها. والخط اللوكال ده هيكون ماشي بارل بالظبط مع الخط ده، يخدم ان السكان اللي جايين من طوكيو رايحين لحد منطقه الشمال دي. فالخط ده هيخدمكم، هيبقى في نفس التوقيت هنعمل الخطين دول مع بعض. وهيحاول الى حد ما ان احنا نقلل على قد ما نقدر الازعاج اللي هيتم انتاجه من عن طريق اللي هو الخط السريع ده. عايز اقول لك ان الحكومه في الوقت الحالي عملت الخط السريع وعملت الخط اللوكال ده. في الوقت الحالي الخط اللوكال ده بيطلع اصوات اكتر من الخط السريع نفسه. يعني هم بقى التكنولوجيا اللي وصلوا لها ان هم قدروا يخطوا الخط السريع. تقريبا انا ساكن هنا جنبه على فكره، بيعدي قريب من بيتي. مفيش اي صوت تمام، مع ان هو بيمشي على سرعه تتخطى ال 100. هنا داخل المدن بيوصل حوالي 120 كيلو، لما بيخرج بره المدن بيعدي حوالي من 280 لحد 300 كيلو. ملوش اي صوت تماما، لان هم دلوقتي اليابان وصلت التكنولوجيا، مش هي ازاي مش فكره تخليه سريع، ازاي تخليه ان هو ستيبل من غير اي ازعاج، وبقى فيه حاجات صارمه جدا على موضوع الصوت ده جدا. فخط اللوكال الى حد ما هو اللي بقى بيعمل ازعاج. فاللي عايز اوصل له عشان نوصل لتلخيص الموضوع، يعني ان الحكومه على قد ما بتحاول تدور على كل الحلول اللي ترضي كل الاطراف. وعشان كده بقول لك ان الخطه الواحده عشان نيجي نحط خطه لمشروع او حاجه هي بتاخد فتره زمنيه طويله جدا، كدراسه جدوى وكاقناع المجتمع المحلي. لان هو المجتمع المحلي اللي احنا هنتعامل معاه، المجتمع المحلي ده مش بتكلم عن الناس اللي ساكنه بس. انا بتكلم ان هنا مثلا هنا في اليابان في طبيعه خاصه. يعني مثلا كل منطقه بيكون فيها مثلا مجموعه من التجار او مجموعه من الناس اللي هي عندها اشغال خاصه وبتاع، بيكون عندهم زي تجمع او يونيون كده، زي نقابه خاصه بيهم. فهم لما بيجوا راي او حاجه بيقولوا رايهم عن طريق المكان ده. فانت لازم تتواصل مع المكان ده اكتر من مره عشان تقدر توصل وجهه نظرك، وتقدر تفهم منه وجهه نظره، وتوصلوا في الاخر لنقطه تحل كل الموضوع ده. يعني مثلا دلوقتي اليابان شغاله على موضوع القطار اللي هو الماجليف، اللي هو القطار المغناطيسي. تمام. القطار المغناطيسي ده احنا عندنا محطتين في اليابان، ما بين طوكيو محطه اسمها محطه ناجويا. المسافه ما بينهم دلوقتي بتتقطع في القطر حوالي ساعتين او اقل من ساعتين، ساعه ونص. بعد ما القطر ده يتعمل المسافه ما بين المنطقتين دول هتتقطع في حوالي 45 دقيقه. اه. آه، آه، ففي محافظه من المحافظات دي دلوقتي معترض على انشاء الخط ده، عندها بعض المشاكل البيئيه، عندها بعض المشاكل الاجتماعيه. المحافظ هو معترض، المحافظ مش موافق على المشروع. المشروع هيكلف تريليونات الدولارات. فجوات الشركه قاعده وبتجيب الحكومه معاها، وازاي يقعدوا يقنعوا المحافظ والمجتمع المحلي ازاي ان هو يوافق على المشروع ده، ويوصلوا لاكثر الطرق العلميه اللي تحقق المصلحه للمحافظه وتحقق المصلحه للشركه، ان الخط يتم انشاؤه ويخلصوا من انشائه في خلال الفتره الزمنيه دي. كانت وزارة النقل للأسف الشديد نشرت بوست كده على صفحتها الرسمية شفته. على فيسبوك، إن هي بتتكلم عن إن في شباك من الشبابيك بتاعت قطار التلج الجديد كان مكسور. تمام، هل ده بيحصل في اليابان ولا لا؟ ده الجزء الأول من السؤال. والسؤال التاني، ازاي الناس، او يعني ازاي نوصل ان الناس تحافظ على الممتلكات العامة بتاعتها، لأن القطر ده مش بتاع مش بتاع حد معين، ده بتاع الناس كلها. بالنسبه للصوره انا شفتها وتابعت جدا الموضوع. وعلى فكره الموضوع ده متكرر كتير جدا. في مره من المرات حصلت ان مدرب طوبه جت في عين سواق، والسواق اتكرم من وزاره النقل. بيحتفوا طوب كتير جدا على موضوع الشبابيك والقطر ماشي. وفي مره من المرات وزير النقل قال في قطر مش هيخش منطقه معينه بسبب ان الناس بتتعامل مع القطر بالشكل الفلاني، مش هندخل قطر المنطقه دي. بيحصل في اليابان او ما بيحصلش في اليابان. بيحصل في دول تانية غير اليابان. بيحصل احنا بنتعامل مع شركه موجوده في اندونيسيا، وبيحصل برضو التراشق في القطارات. فالناس بدات تتعامل، هي بتحط زي حديد على الازاز بتاع القطارات عشان خاطر إن الموضوع ده يقل يعني. هتتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ هتتعامل مع الموضوع ده من المدرسه. يعني انت اوريدي احنا هكلمك بقى على حاجه من البدايه شويه.
خش اي مدرسه حكوميه وشوف تعامل الطلاب مع الديسكات. انا كنت في مدرسه حكوميه في ثانويه عامه، كنت في الأورمان اللي في الدقي، الأورمان اللي اسمها نموذجية اللي في الدقي. للأسف أنا رحت الثانوية العامة، امتحان الثانوية العامة بتاعي في سنة ثالثة ثانوي، وكان الديسك فيه مكان اسند عليه اكتب عليه، وما كانش عندي مكان اقعد عليه، لان كان في واحد تاني كان متضايق من الديسك فشال الخشبه بتاعت مكان القعاد، وجبت الجردل بتاع الزباله الباسكت بتاع الفصل وقلبته وقعدت عليه امتحان. فاحنا تعاملنا اصلا مع الممتلكات العامه في مصر صعب. مش بكلمك على السكه الحديد بس، انا بتكلم بشكل عام. احنا معتبرين ان المال العام ده مال مباح لاي حد ان هو يعمل فيه اي حاجه، سكه حديد، مدارس، في كل حاجه. فانت لازم تبدا من التعليم، لازم تعرف ان الطالب ده اللي انت يعني اللي بيخش المدرسه ده، ان المال بتاع المدرسه ده مالك انت، ده ابوك اللي دافع بيدفع فيه، ابوك ولا امك، او ابوك وامك دي مش معناها حاجه قله الادب يعني، ده باللغه العربيه الوالد او الام هم اللي بيشتغلوا بيشتغلوا ويدوا للدوله ضرائب جزء من مرتبهم عشان الدوله تقدر تدبر الحاجات دي. وخصوصا ان هو ما فيش اي مصدر تاني يحصل غير التعليم والتنبيه. يعني مثلا فكره انت تركب على كل ازاز، كل ازازات القطارات حديد، ده هل اقتصاديا ينفع؟ مش هينفع طبعا، ما اعتقدش انه ده اقتصاديا تركب على كل الازازات دي بالشكل ده، ده حاجه مش هتحصل. فكره التصليح بشكل دوري مش هينفع، لان يا جماعه الموضوع كتير، كل ما تصلح ازاز ويتكسر انت كده بتخسر، انت كده ما بتكسبش. التوعيه مهمه جدا، بس انت بتوعي فئه كبيره جدا ساكنه على على مسار خط بيوصل ل 800 و900 كيلو من القاهره لاسكندريه، من اسف من اسكندريه لحد اسوان تحت، بيتعرض للموضوع ده. اكيد في مناطق معينه بعينها بيحصل فيها موضوع التكسير ده. ممكن في البدايه الموضوع يكون عقوبات بقى، ممكن تبقى تركب كاميرات بشكل، بس انا خايف الكاميرات كمان هي كمان يحصل لها نفس اللي بيحصل من القطر نفسه. تركب بقى كاميرات. طبعا الفكره كان بيتكلم وزير النقل قبل كده، مش هينفع يوقف كل يوافق عسكري على كل كيلومتر في سكه حديد، يعني برضه ده موضوع اقتصادي مش هينفع، مفيش دوله في العالم بتعمل كده. الموضوع الاول وفي الاخر هو موضوع التوعيه والرقابه، الرقابه مهمه جدا، وسوى العقاب. يعني اللي يتعمل كده يتعاقب. هتقول لي هنعاقب مين؟ هقول لك هتعاقب الاب والام، لان هو ولي الامر هو المسؤول عن تصرفات اولاده في مرحله العمر القصر، يعني لو هم قصر او حاجه ده هو يتعاقب على الموضوع ده. الدول العالم الثاني حلتها ازاي؟ صراحه انا مش عارف، بس انا بشوف دايما في اليابان لما بتحصل اي مشكله لها علاقه بالممتلكات العامه، ساعات بتحصل كتير جدا، مثلا ممكن تلاقي مواطن مثلا بيعمل تصرف غير لائق مثلا جوه القطر، او في المحطات او حاجه، بيكون في كاميرات بتراقب الموضوع ده وبتجيب التصرف ده، وبيعرضوا التصرف ده علني. يعني بيقولوا ان الشخص الفلاني اللي اسمه فلان الفلاني اللي بيشتغل في الشركه الفلانيه عمل في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه الموضوع الفلاني. شكرا، كده البلد كلها عرفت ان هو عمل التصرف الفلاني ده، لا في شركات هتشغله وهتفضل سمعته ضايعه جدا. فالموضوع ده لما بيكون فيه ثواب وعقاب بشكل رادع وبشكل علني بالشكل ده، معرفش ده هيمشي مع مجتمعنا او مش هيمشي مع طبيعه مجتمعنا. دي حاجه يعني المسؤولين ممكن يقرروا فيها، لكن ده تصرف ده طبعا غير لائق وما ينفعش ان هو يتم، وخصوصا ان الدوله، احنا كنا في الوقت الحالي الحكومه بتسعى ان هي تغير المنظومه، تغير القطارات. كان بقى عندنا قطارات افضل بكتير جدا عن اللي فات، بقى عندنا حتى الدرجه الثالثه. انا كنت لسه بتفرج على مسلسل تحت الوصايه، وكان في جزء كبير جدا من المسلسل متصور جوه القطر. القطر كان يعني تقدر تعرض قطر، صوره قطر درجه ثالثه في التلفزيون. كان الاول عشان يعرضوا قطر في التلفزيون كان بيجيبوا درجات اللي هي الطبقات العليا شويه، لا دلوقتي ممكن تجيب قطر بيلاقي فيه مواطنين عاديين درجه اولى درجه ثالثه في التلفزيون، يبقى عندك قطر محترم تقدر تعرضها في التلفزيون. فيا جماعه نحافظ على الممتلكات العامه دي مش اكتر يعني. بس طيب خلينا نتنقل بقى جزء تاني، قصه المدفوعات البيمنت جوه قطاع النقل. انت اتكلمت ان قطاع النقل متقسم مناطق جغرافيه مختلفه، ف كونسبت البيمنت نفسه عامل ازاي يتطور في اليابان؟ هل انا كل ما بدخل محطه بقطع تذكره؟ وايه هو كارت سوكا تقريبا، او يعني لو ما منطقوش بالغلط يعني نطق مش بصحح النطق يعني. ولو انا اتنقلت من مكان لمكان تاني، احنا في مصر انا بقطع تذكره من النقطه الابتدائيه للنقطه النهائيه، ما بعديش على مناطق جغرافيه مختلفه، هي نفس المدينه. فاستاذنك تكلمنا عن المنظومه دلوقتي عامله ازاي في اليابان. طبعا اليابان بعد ما حصلت الشركه اتخصصت وبتاع، فهي كانت الى حد ما بشكل كبير جدا عايزه تقل. هو كان عندهم كان واقف على في دخول وخروج المحطات، كانوا عاملين زي سفن صغيره كده، وكان كل جوه سفينه راكب مش راكب بقى، واقف موظف، وكان الموظف ده ماسك زي مقص بعلامه معينه. كانت كل المحطات الرئيسيه في طوكيو كل محطه ليها علامه معينه، فلما يخرج على المحطه هو عارف انت خرمت من اي محطه، لما تيجي تنزل توريها للشخص الثاني فهو يشوف انت ركبت من اي محطه رايح اي محطه، فما تقدرش تتذوق في موضوع امم التذاكر وبتاع.
بس كانت نسبه التزويغ في الركوب في الثمانينات والتسعينات كانت مرتفعه جدا جدا. فده اللي خلى الشركه تحاول تدور على نظام دخول وخروج من المحطات يقلل موضوع التزويغ من التذاكر ده. فعملوا المكن اللي هو الالكتروني، اللي هو المكن المعروف اللي موجود عندنا دلوقتي في مصر، اللي هو مكن انت تخش بتذكره وتخرج بتذكره من الناحيه الثانيه. طيب، لما عملوا تذكره لقوا ان هم محتاجين مكن كتير جدا للتذاكر وشبابيك كتير جدا للتذاكر. طب احنا عايزين نخلي الموضوع يبقى نقلل فكره الناس اللي بتروح لحد المحطه لحد مكتب التذاكر عشان تشتري تذكره وتخش لحد القطر. فراحوا عاملين كارت عامل زي كارت بتاع ميناتيل بتاع زمان بتاع التليفون بتاع مصر، اللي هو ممكن تشتري كارت واحد مثلا يتخرم اخرام معينه، مثلا 10 اخرام، بعد 10 اخرام تروح تشتري كارت جديد، اللي هو يبقى كارت فيه بدل ما كل مره تشتري تذكره فتشتري كارت اللي هو الممغنط اللي هو بيستخدم لعده مرات وفي الاخر بترميه. بعد كده لقوا لا، احنا الكارت ده عشان تدخله وتخرجه من المحطه انت كده بتاخد وقت. فانت الموضوع اللي هو الفلو بتاع الناس داخل المحطه بقى فيه عائق شويه، ما بقاش الفلو عايزين يحصل بنفس الريتم اللي احنا عايزين يحصل فيه، وخصوصا في المحطات الكبيره داخل طوكيو. ففكروا في كارت اسمه كارت اللي هو السيكا. سيكا كارت ده هو كارت اختصار للكلمه اليابانيه. في كلمه يابانيه معناها سي سي. سي سي معناها ان انت تعمل حاجه بشكل سموز. كارد كا اللي هي جايه من كلمه كادو، فسيسا سيكا. سيكا اللي هي سيكا كادو، كارت بيخليك تعدي مر بشكل سلس يعني. الكارت ده كانت فكرته في ايه؟ هو كارت بيستخدم اللي هي ال ال الاشعه الكهرومغناطيسيه. ان هو بيكون فيه زي شريحه من جواه شريحه الاي سي دي. ده بيكون كارت بري بايد، المفروض كنت بتدخله في مكنه معينه تشحنه بقدر معين من الفلوس. وبعد كده بتعمل عليه عمليه لا تلامسيه كده على المكنه وتخش المكنه الناحيه الثانيه. فانت مجرد ما بتعمل تاتش على الكارت ده بيسجل دخولك. لما تيجي تخرج بيعرف انت خرجت منين ويخصم من القيمه اللي انت عملت لها دفع داخل الكارت نفسه. الكارت ده اتعمل في اليابان في شركه الجي ار، اللي هي الشركه اللي انا شغال فيها، الجي ار ايست. عملته في بدايه الالفينات تقريبا، يعني هو كان دلوقتي داخل في حاجه 23 سنه تقريبا او ازيد بشويه. كانت في البدايه لان كان السيستم لسه جديد، كانت كل شركه او كل اقليم، كان حتى الشركات الخاصه في اليابان ليها كارت، المترو ليه كارت، الجي ار ليها كارت، الجهه الثانيه ليها كارت. وكان الكارت غير يستخدم، غير كل شركه بتستخدم الكارت بتاعها فقط لا غير. ولو عايز تنقل من شركه تروح لشركه ثانيه فبيطلبك ان انت تستخدم تذكره، تشتري تذكره. وفي بعض الاوقات بيطلبك ان انت تخرج لاول مره من المحطه وتشتري وتبقى معاك تذكره ثانيه تستخدم بيها القطر الثاني. مؤخرا من كام سنه، من 10 سنين او اكتر، خلوا كل شركه عندها كل الكروت، كل المكن يتعامل مع كل الكروت. فانت لو عملت تاتش من المحطه يقدر يعمل خروج من المحطه اللي بعديها. الكارت ده بقى بيحاولوا ان هم يطوروا فيه بشكل كبير جدا. هو بقى بري بايد كارت، غير انت ممكن تستخدمه في اكتر من شركه. بقى نفس الكارت لان هو بقى فيه اللي هو نفس الاي سي دي نفسها. بقى في طريقه الدفع اللي ممكن تستخدمها مثلا في الكونفينينس ستور. الكونفينينس ستور هو زي سيركل كي موجود عندنا في مصر في كل حته دلوقتي ده. تروح مثلا تستخدمها في سيركل كي، ممكن مثلا تلاقي مكنه زيها صغيره جدا موجوده في كشك، فانت بدل ما تشتري كشك وتدفع له فلوس، هو عنده مكنه تعمل عليها تاتش بالكارت تقدر تخش. دلوقتي مثلا دخول وخروج الموظفين من الشركات بنفس الكارت، مثلا ممكن تعمل دخول وخروج بدل ما يكون عندك 100,000 كارت، هو كارت واحد بتتعامل بيه. مثلا دلوقتي معظم البيوت بتاعت اليابانيه بيكون فيها جهاز بتعمل عليه تاتش بنفس الكارت. هو الكارت ده فيه رقم مسلسل عامل زي الرقم القومي بتاعنا بتاع مصر ده. فكل يعني لو كل كارت ليه رقمه الخاص بيه، بس انت ممكن يكون عندك كذا كارت من نفس الشركه او من نفس او شركات مختلفه. مع الوقت تطور الموضوع، دلوقتي بقى الكارت خاصيه الان اف سي بتاعت الموبايل نفسه، ما بقتش تحتاج تشتري كارت، بقيت ممكن تنزل الكارت على الموبايل. وخصوصا دلوقتي بقى في المحطه تخش وتخرج بالموبايل بتاعك على طول. فده خلاني مثلا انا واحد في حياتي اليوميه بيتي دخول وخروج من بيتي بيكون عن طريق نفس الكارت ده. شركتي عشان انا نفس الشركه بتتعامل بالكارت ده، فبسجل دخول وخروج من الشركه بنفس الكارت. بركب المواصلات العامه بنفس الكارت. بشتري بنفس الكارت لان هو بيبقى عليه فلوس. فانا ممكن اتحرك حياتي اليوميه كلها بنفس الكارت واحد، نفس واحد كارت واحد. هو اللي بيخليني اعمل كل التحركات دي. وممكن استخدم شركه المترو، شركه القطارات، شركه القطارات السريعه. بيحاولوا انهم يطوروا من السيستم ان هو يبقى كارت واحد بس تستخدمه في كل حاجه. مجرد ما تنزل من البيت، حتى لو ركبت التاكسي، رحت السوبر ماركت، رحت الصيدليه. مؤخرا كمان دلوقتي بقى بيربطوا الكارت ده بالتامين الصحي. فانت ممكن بدل ما تروح المستشفى لو انت معاك تامين صحي، بدل ما تبقى معاك تامين صحي والكارت ده، ممكن تعمل الكارت ده تاتش على السيستم، فالسيستم يروح مطلع كل البيانات بتاعتك اللي متسجله عندهم بنفس الشريحه دي. فهم بيحاولوا يطوروا النظام ده. دلوقتي احنا عندنا في مصر مثلا مواصلات مصر عندها الكارت بتاعها، جرين باص عنده الكارت بتاعه، ومترو الانفاق عندها الكارت بتاعها. سمعت من وزير النقل قبل كده ان هم عايزين يوحدوا الموضوع ده حتى السكه الحديد بعد كده، والال ار تي يكون كارت موحد بيتابع كل السيستم ده المتوفر حقيقي. يعني. كان تقريبا
يعني كان في تصريح طلع للوزير من فتره حوالي سنه تقريبا او يزيد حاجه بسيطه، ان هيكون في كارت موحد خاصه مع بدايه خط ال RT، ان هيكون في بالظبط. كارت موحد ينقلك ما بين وسائل المواصلات المختلفه بنفس الكارت انت بتشحنه وبتتحرك بيه، سواء بقى ركبت اتوبيس، ان هو بيحاول واحد حركه انت اول ما ركبت مثلا نقل عام فانت بتدفع بيه، وصلت لمحطه مترو فانت بتدفع بيه، خرجت ركبت قطر بتدفع بيه. بس لسه قصه ان هو انت تربطه بحاجات تانية غير وسائل المواصلات لسه ما طرحتش في هو احنا مصر. اوريدي عندنا دلوقتي، عندنا مثلا، يعني انا مش عارف ممكن اقولها تبقى دعايه او اعلان ولا لا، بس مثلا حاجه عامله زي الفوري، خدمات فوري مثلا. ده حقيقي. خدمات فوري مثلا بتقدم دلوقتي، انت ممكن عن طريق لو معاك كارت او حاجه تدفع خدمات فوري. فلو انت حطيت فيه ميزه فوري، فانت ممكن دلوقتي في اماكن كتير جدا بتدفع بفوري. بالظبط فلو اه. عندهم نفس صح. الجهاز ده انت حطيته، وحطيت مثلا شعار فوري على الكارت بتاع المترو، فتقدر انت تشحن كارت المترو من فوري، تقدر تستخدم خدمات فوري اللي عندهم خدمات فوري. واللي عايز ياخد فلوسه، مثلا لو سواق ميكروباص ركب الجهاز الصغير ده في الميكروباص، تخش الميكروباص تروح عامل تاتش ويروح عنده شاشه صغيره تظهر عنده انت دفعت قد ايه. بعد كده هو اخر اليوم عشان ياخد فلوسه يروح رايح اي كشك يقول له انا النهارده عملت التعاملات دي، يروح مديله فلوسه من عن طريق خدمه فوري. الموضوع هيبقى انتشاره، وخصوصا ان احنا عندنا في مصر، انا شايف يعني ده اللي بلاحظه دايما، ان احنا فكره انتشار التكنولوجيا الحديثه اللي بتعتمد على الموبايل بتنتشر بسرعه جدا. طب ما اعرفش النهارده كان في، كنت متابع ولا لا، كان في النهارده ماتش نهائي بطوله اسيا، مش عارف تابعته ولا لا، ولا مش متابع كوره انت؟ انا ماليش في الكوره لا هو خالص. كان ما بين الهلال وما بين فرقه يابانيه مش متذكر اسمها الصراحه، بس كان بيتلعب في اليابان الاياب نهائي. فالمهم يعني خدني الفضول اشوف موقع الاستاد فين واقرب وسيله مواصلات له، فلقيت ان الاستاد بيبعد عن اقرب محطه. ما احنا في المجال فخلاص بقى انت عارف اي حاجه هو اقرب محطه فين، طب في نقل ولا. فلقيت الاستاد يعني استنى اديني لحظه حتى هقول لك اسم المنطقه بالظبط، لانها كانت في حدود طوكيو. استاد سايتاما تقريبا، او في منطقه سايتاما اقرب محطه. سايتاما. سايتاما. اوراوا ميسون ستيشن دي تقريبا اقرب اقرب محطه له. قريبه جدا من بيتي على فكره المحافظه دي. ما يبقى انت الماتش كان بيتلعب جنبك وانت ما رحتش حضرت يعني، فدي قصه. ف شغلني نقطه الصراحه، آه، عدد الركاب للمحطات ضخم جدا، عدد الرايدر شيب في اليابان عدد كبير جدا، لان اليابان كمجتمع معتمد بشكل كبير في مواصلاته على النقل العام. وخاصة بقى بنتكلم في يوم في مباراة في نهائي بطولة آسيا، فأنت بتتكلم على استاد تقريبا كان ممكن يوصل 40 ألف متفرج، ففي 40 ألف راكب بيتحركوا في وقت واحد، بيتحركوا هيخرجوا من خطوط مختلفة عشان يطلعوا من محطة واحدة وبعدين يركبوا وسيلة مواصلات تانية عشان يوصلوا للاستاد. ازاي اليابان طورت نظام السيفتي عندها، نظام الامان بتاعها، ان هي ايا كان في يوم تشغيل طبيعي باترن معتاد او نظام معتاد احنا الامان عندنا عالي، او في يوم عندنا فلو اكبر من الطبيعي عشان مناسبه او حدث. وخاصه بنتكلم مش بعيد كان في اولمبياد طوكيو كان نفس القصه، ازاي معدلات الامان في المنظومه نفسها عاليه. عايزك تكلمنا اكتر عن قصه بقى السيفتي، سيفتي ككل، كقطارات كمحطات كمنظومه ككل. هي اليابان من الميزات اللي فيها الكبيره جدا، هي ان هي بتاخد اكشن مش بتاخد ري اكشن. يعني انا لما يكون عندي ايفنت معين او حدث معين هيحصل، فانا عارف ان الايفنت ده هيحصل قبلها فتره زمنيه معينه. فانا مش هستنى لما يحصل الايفنت ده عشان اشوف ايه اخد اكشن بعد كده، ري اكشن على اللي حصل. انا قبليها ببقى عارف ان مثلا الاستاد ده حجمه سعته الاستيعابيه بالشكل الفلاني، هيبقى ممكن الناس تيجي بالشكل الفلاني، انا المحطه بتاعتي جسمها بتتحرك بالشكل الفلاني، عندي في اليوم ده كام قطر هيتحرك. فلو انا لقيت ان عدد القطارات مش هيكفي للناس دي، اول حاجه بيعملوا حاجه اسمها قطارات موسميه، او قطارات بتنزل في الفترات الزمنيه المحدده دي، تخش كده جوه الجدول بتاع القطارات عشان تقدر تخدم عدد كبير اكبر من الناس. في بعض الاوقات لو انا مثلا عندي محطه مثلا فيها مخرجين، فانا عندي زي ما انت قلت فلو كبير جدا، فاروح بداخل كده بيستخدموا زي مش حبل، بيستخدموا زي بارتيشن كده من الاحبال زي الموجود في المطار وانت واقف مستني دورك عشان خاطر تروح تعمل توزن شنطك او حاجه. بنستخدمه وبنحدد اتجاهات، يعني بنحدد اتجاهات دخول وخروج من المحطه. وبنوقف ناس عشان تضمن ان هي تاكد موضوع الدخول والخروج، ان انا اغير اتجاهاتي، يعني اوحد الاتجاه، ما يكونش لما يكون في اعداد كبيره جدا من اصعب الحاجات اللي بتكون موجوده في الايجنت الكبيره، هي
مش عدد الناس، يعني مش كتره عدد الناس اكتر من اتجاهاتهم. ما ينفعش مهم. يعني لو في مكان كبير جدا مش الناس كتيره، ده مش مشكله. المشكله الكبيره انت تكون موحد اتجاهات البشر دي. يعني ما ينفعش ان يكون في مكان معين هيحصل تزاحم زي ما بيحصل ساعات في الحرم. بتلاقي الحكومه مثلا السعوديه من الحاجات اللي هي بتاكد عليها دايما ان كل منطقه يكون اتجاهها واحد فقط لا غير، ما بالظبط. يكونش ذهاب واياب، لان ده بيعمل تصادمات وبيعمل تشابكات وممكن مهم. تؤدي للموت. وده حصل كمان في كوريا في احداث الهالوين السنه اللي فاتت. في اعداد كبيره جدا من الناس ماتت بسبب ان كان منطقه ضيقه تدافع. جدا، وتدافع حصل. تدافع، اي كلمه تدافع دي اللي انا عمال ادور عليها، عمال تيجي في دماغي بالياباني ومش عايز تيجي بالعربي. تدافع كبيره جدا، فده خلى ناس كتيره جدا تموت. فاليابان اول حاجه بتعملها موضوع ان احنا نشوف الفلو بتاع الناس ماشي ازاي، فين اتجاه الدخول وفين اتجاه الخروج. دي اول حاجه بتتم. السيفتي هو موجود طول الوقت، بس زي ما قلت لك بيزيد اكتر مع فتره التدافع او فتره الناس تكون عددها كبيره جدا. دي ازاي انا مثلا على الرصيف، لو رصيف مثلا ما عندوش اللي هو الهوم دور، اللي هي الابواب اللي تاكد ان الناس تفتح وتقفل دي مع ابواب المترو، السلايدنج ان دور اللي هو انا القطر بيدخل يفتح اوتوماتيك. مقفولة، بيفتح بالظبط مع قفل وفتح في حركة الأبواب. بالظبط ده هيتعمل في الخط الرابع في المترو اه ده في مصر حقيقي. عندنا. فالسلايدنج دورز دي مثلا لو مش موجوده في محطه معينه فبيلاقوا عشان اعداد الناس تكون كبيره ناكد على المنطقه يعني احنا هنا في اليابان بيكون في طوابير، الناس بتبقى وهي واقفه مستنيين القطر، بيكون في طابور مستني القطر وفي نقطه بدايه الانتظار. انا اكد ان الناس تبقى واقفه عند النقطه دي معينه، انا اوقف اشخاص دايما تقول في الميكروفونات بصوت عالي ارجعوا وقفوا عند النقطه دي، بحيث ان لو حصل تدافع اضمن ان الناس ما تقعش على الرصيف نفسه، مهم. تقع على السكه نفسها. دي من ضمن الحاجات. زي ما قلت لك ان هو موضوع ان انا الناس اللي جوه المحطه كلهم يبداوا كلهم ينزلوا على ارض الواقع، يشتغلوا على موضوع الفلو ده، الناس ماشيه ازاي خارجه منين. ابدا بمكبرات صوت كبيره اقول يا جماعه اتجاه من هنا، الخروج من هنا، الدخول من هنا، وانظم وقت. يعني انظم وقت كمان عمليه الدخول والخروج. يعني مثلا دايما هنا في الاستادات حتى في اليابان بيبداوا يفتحوا الاستاد من بدري شويه، بحيث ان الناس ما تجيش كلها مره واحده وما تخرجش كلها مره واحده. ويبداوا كمان هنا في عمليه الخروج كمان مش في المحطات، في الاستادات نفسها يبداوا يخرجوا الناس زون. يعني مثلا اللي في الزون سي يبدا يخرج الاول، بعدها بشويه يخرجوا الناس اللي في زون سي، او يعملوا مثلا اكتر من وسيله مواصلات تخدم المنطقه. مثلا لو ما فيش غير محطه واحده تلاقي حوالين المحطه مثلا تيجي شركه اتوبيسات تخدم عمليه التنقل الناس من الاتوبيسات دي، من الاماكن التجمعات دي لبره الاماكن التجمعات لحد اقرب محطه ثانيه او حاجه. وده بيحصل في كل المحطات. عظيم جدا. انا شايف ان انت ما شاء الله مطلع، آه، على طول بتطلع على الأخبار في مصر وعارف حتى ما شاء الله حافظ أسماء المحطات وكده، وفي نفس الوقت ما شاء الله مطلع برضو على اللي بيحصل عندك في اليابان. ايه التولز وايه التشانلز وايه الحاجات اللي انت بتتابعها وبتقرأ فيها علشان خاطر توصل للمستوى ده؟ بالنسبه لليابان المعلومات متوفره كتير جدا. يعني المعلومات انا بحس ساعات ان انا عندي اوفر كاباسيتي من المعلومات في اليابان، وخصوصا ان الناس اللي بتدي معلومات كتيره جدا، مصادر المعلومات كبيره جدا. في بقى يوتيوبرز، في زمايلي المهتمين بالقطاع ده بقعد اتكلم معاهم، بننزل ساعات احنا رحلات كده ما بين بعض ننزل نكتشف. بيبقى في ساعات مثلا زي اللي هي ال 3 دايز او 4 دايز تيكت كده بتاعت السكه الحديد، بندفع تذكره مره واحده ونفضل طول اليوم نستخدم القطر. بفضل اروح اماكن بعيده شويه اتفرج، افضل اتفرج على الاخبار، اتابع الاخبار اللي ليها علاقه بالمجال. فالموضوع ليه علاقه بالمعلومات، وخصوصا ان انا حابب كمان في اصحابي ساعات اليابانيين بيجوا يقولوا لي معلومه جديده او حاجه بتقعد اتكلم معاهم، فالموضوع بيكون شيق جدا. بالنسبه لمصر فانا اسف جدا ان اقول كده الموضوع صعب. الحصول على المعلومه في مصر صعب جدا وتداول المعلومه صعب جدا. فانا مصادر المعلومات في الفتره الحاليه بالنسبه لي شويه بعتمد كتير جدا على المؤتمرات اللي بيعملها يعني رئيس الجمهوريه ساعات بيكون في موجود في مؤتمرات كبيره او حاجه. هو لما بيجي يتكلم كلام أو بيعقب على تعقيب قاله وزير او قاله مسؤول في الحكومه، الرئيس متابع جيد. انا ده شايف ان هو بيتابع جيد، فانا بشوف كلامه، بسمع كلامه ده واربطه بالاحداث اللي بتحصل ساعات. ولا ان الموضوع فعلا من الحاجات اللي انا عندي باك جراوند عندها، والحاجات اللي بيتكلم عليها الرئيس والمشاريع اللي هتتم في مصر بعد كده بيكون في لينك ما بينها وما بين بعض. وبعد كده مثلا بيجي مثلا لما يكون في مشروع او افتتاح خاص بمشروع نقل، بلاقي مثلا وزير النقل كامل الوزير بيتكلم مع اعلامي او حاجه في المشروع ده بشكل بقى عن خطه مستقبليه هتحصل او عن الافتتاح نفسه. فبعمل لينك مع اللي انا قريته من الباك جراوند اللي عندي من المعلومات الشخصيه ومن التحليلات انا مش محلل او اي حاجه، انا بس مجرد واحد هاوي، انا بعتبر نفسي هاوي في المجال. فمن المعلومات اللي عندي اللي قريتها ومن المعلومات اللي بيقولها وزير النقل مثلا او حد مسؤول في الحكومه، وساعات كتيره جدا بقى وزاره الاسكان، وزاره الاسكان والمجتمعات العمرانيه الجديده. وفي جهه انا بحترمها جدا اللي هي هيئه التخطيط العمراني في مصر، بتطلع ريبورتات عظيمه جدا، وحطها كمان نشر جزء منها كبير جدا اونلاين. قريت معظم دراسات الماستر بلان اللي هم حاطينها يعني. وفي بقى
دراسات زي بتاعه الجايكا اليابانيه. انا الحمد لله ربنا كرمني ان الدراسات بتاعه الماستر بلان الخاصه بالقاهره مكتوبه باللغه اليابانيه، فانا بقدر اطلع عليها بشكل كبير. بقى في دراسات اللي بتعملها مثلا في جامعات شبابيه كمان زي مواصله للقاهره، بتعمل برضه تقارير وعندهم ريبورتات بتاعتهم جميله جدا، بقى بستفاد من خبراتهم كتيره جدا. في قنوات اعلاميه كتيره جدا شبابيه بيعملوها الشباب، بيجمع معلومات، بتكون مصدر طيب جدا. انما الحاجات اللي هي عشان تكون اب تو ديت يعني هي اللقاءات زي ما قلت لك بتاعت الرئيس، وهي اللقاءات التلفزيونيه اللي بيعملها وزير النقل مع الاعلاميين يعني بشكل كبير معلش جدا. اسلام، بس يعني وبعد كده ضيف في الليسته بتاعتك البودكاست بتاعنا برضو، يعني الموبيليتي اه هاسل طبعا طبعا جاي طبعا. عشان يكون يثير الجدل في المواضيع المختلفه، وان احنا نتشارك اكيد موضوع طبعا. الايه المعلومات في مجال الموبيليتي ان شاء الله في مصر وحتى في الوطن العربي والمشاريع المختلفه. على نفس السؤال بتاع مصطفى، خليني اسالك حاجه شبيهه بكده. انت لو انا دلوقتي حد لسه حديث تخرج، مهندس لسه جديد هشتغل في whatever قطاع من قطاعات الريلوي اندستري، ايه هي النصايح اللي انت توجهها لي من خلال تجربتك كاسلام وخبرتك وطلعك؟ هو الفكره ان المجال متشعب جدا، ومفيش حاجه اسمها الخطه دي صح والخطه دي غلط. كل مدينه وكل جهه بتحقق بتبقى عندها دراساتها الخاصه وطبيعه مجتمعها وطبيعه شعبها وطبيعتها الاقتصاديه وطبيعه الدوله الاقتصاديه. فالاهم ان الواحد يكون مطلع على خبرات كتيره جدا. يعني مثلا التجربه الاوروبيه مختلفه جدا عن التجربه بتاعت الصين، مختلفه جدا عن التجربه اليابانيه، بتختلف جدا عن طبيعتها في مصر، بتختلف مثلا عن الطبيعه في السعوديه. يعني مثلا السعوديه بقى لها عملت منظومه نقل كبيره جدا في الرياض، منظومه نقل ما بين المترو وما بين الاتوبيسات، ولحد دلوقتي المنظومه ما اشتغلتش بعد ما صرفوا عليها انفستمنت كتيره جدا، وبتواجه مشاكل كبيره جدا لان طبيعه المجتمع السعودي تختلف عن طبيعه اي مدينه كبيره ده حقيقي. فيها منظومه نقل عام. دبي عملت مترو انفاق بكاتيجوري مختلفه، يعني مثلا الكاتيجوري الذهبيه وغير الذهبيه، وبقى عليه طلب لانه بقى بيخدم طبقه من العاملين في دبي، وبقى عليه ضغط كبير. كل مدينه، القاهره مثلا اللي احنا الموضوع النقل عندنا مختلف عن باقي دبي ومختلف عن قطر، لان احنا عندنا هيفي ترافيك. احنا مش بنعمل موضوع عشان خاطر يبقى عندنا سيستم، احنا بنعمل موضوع عشان احنا محتاجين للسيستم ده. فالموضوع في القاهره بيختلف. كل مدينه ليها طبيعتها الخاصه، فالواحد يكون مطلع على كل السيستمات الموجوده. مثلا ايه اللي بيحصل في الصين، الصين بيعمل انتاج ازاي، عملته بكام، في التوقيت الفلاني ازاي. وفي الموضوع على الانترنت منتشر كتير جدا، فالواحد يكون مطلع دايما وتعرف التاريخ. انت ما ولما تيجي تسمع كلام مسؤول او كلام حد بيتكلم عن حاجه معينه او تقرا خبر على الانترنت، الموضوع يا جماعه ليه باك جراوند كبيره جدا. يعني الموضوع مش الخبر اللي انت هتقراه ده. كل حاجه في مصر، يعني مثلا موضوع مشروع مترو الانفاق الخط الثالث ده زي ما كنا بنتكلم فيه، ده لوحده داخل في حوالي حاجه و20 سنه عشان يتعمل، وغير كان قبلها في دراسات من سنين طويله جدا عشان تعمل. مشروع الخط المترو بتاع الخط الاول ده دراسات محطوطه من الستينات. فالموضوع اللي بيبقى ليه باك جراوند كبير عشان تعرف او تحلل اي معلومه، لازم تكون عندك الباك جراوند القديمه دي، ودي مش هتكتسبها ما بين يوم وليله. لازم تكون مطلع بشكل كبير جدا، لازم تكون حابب المجال، بتقرا فيه كتير جدا، بتجيب دراسات قديمه بتقراها عشان تعرف تحلل. ومفيش حاجه زي ما قلت اسمها صح وغلط، او ده بيقول رايه ده رايه ده صح وده رايه غلط. احنا بنقعد مع بعض بنوصل لانسب الحلول اللي تحل مشكله معينه. فان انت تكون ساعه راحب الساعه كده، ان انت تسمع كتير اكتر من انت تتكلم، لحد ما يكون ليك رايك الخاص، او تقدر تبلور راي خاص عن حاجه معينه بتحصل في مجال النقل العام في مصر. عشان توصل للليفل ده زي ما قلت، انت محتاج ان انت تكون مطلع بشكل كبير جدا، مش داخليا بس، والداخليا لازم تكون مطلع بشكل كبير جدا، لان زي ما قلت احنا الحصول على المعلومه عندنا في مصر الموضوع شويه صعب. لازم تكون على العالم الخارجي بيعمل ايه، وتعمل لينك ما بين ده وده. طيب حلو جدا يا اسلام. لو افترضنا في يوم من الايام ان انت وزير النقل في مصر، تمام، تمام. ايه إيه شايف يعني من وجهة نظرك ايه اكتر حاجة مصر محتاجاها ان احنا نضيفها كمشاريع او كخطوط مترو، او يعني وات ايفر من وجهة نظرك، ايه اللي احنا محتاجينه ان احنا نعمله في مصر علشان خاطر يخلي فيه سلاسة، وعشان خاطر يخلي فيه تطور، ونوفر وقت الناس، ونوفر لهم راحة وما الى اخره من الامتيازات الجميلة جدا دي. طيب كان في من فتره قريبه جدا، كان الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء في مصر مطلع دراسه عن اعداد السيارات الخاصه الموجوده في القاهره والموجوده في الجمهوريه بشكل عام. كان حوالي 11 مليون عربيه تقريبا، 11 او 12 مليون عربيه تقريبا. واتكلم عن القاهره والجيزه بشكل خاص. اتكلم عن القاهره فيها حوالي 3 مليون حوالي 3 مليون عربيه، بتشكل نسبه 26 تقريبا في المية او اكثر من نسبه امتلاك السيارات في مصر. وعندنا محافظه الجيزه بتمثل 11%.
فلما تيجي تبص على المنظومه ككل هتلاقي ان المدن الكبيره طبعا اسكندريه، هتلاقي المدن الكبيره في مصر واخده نصيب الاسد من امتلاك السيارات، ان هو اصلا امتلاك المصريين للسيارات بالنسبه العالميه هو امتلاك فقير جدا. فاحنا شعب متعطش لوسائل النقل العام. يعني احنا شعب احنا عايزين وسائل نقل عام، ولما يكون متوفر عندنا بديل عن العربيات احنا هنستخدمه، بديل ادمي، بديل كويس عن النقل العام. احنا هنسيب عربياتنا وهننزل نستخدمه. فانا لو يعني انا ما اقدرش اقول ان انا هبقى في المنصب، لان انا مش بسعى للمنصب، لان مش ده من مش دي طموحاتي خالص. لكن انا من احلامي يعني في المستقبل في مصر ان انا لو اقدر اساعد في ده في يوم من الايام، ان انا اوفر وسيله مواصلات ادميه لكل مصري على ارض مصر. سواء بقى البني ادم ده فلاح، سواء البني ادم ده عامل، سواء البني ادم ده دكتور، سواء البني ادم ده مهندس، سواء البني ادم ده مصري او غير مصري، ان انا اوفر له وسيله مواصلات ادميه تنقله من مكان عمله لمكان وجهته. وجهته بقى سواء دي وجهه عمل او وجهه سياحيه او غيرها، زي اي ما تكون يعني، ان هي توفر له الموضوع ده. وعلى فكره الموضوع ده مش مكلف، بالعكس ده هيدر دخل كبير جدا للدوله. كان لسه احمد في بدايه اللقاء اتكلم عن دخل شركه الجي ار، ان هو ان الشركات بقى بتحقق ارباح بشكل كبير جدا، لان النقل ده مربح، خصوصا في دوله متعطشه لوسائل النقل العام كمصر زي مصر. الموضوع لو تم يعني ادارته بشكل يعني كويس، احسن من كده، ان احنا قدرنا نوفر مواصلات عامه بشكل اسرع كمان. مثلا حاجه زي الميكروباصات دي تم تقنينها بشكل اكبر، اتحولت لاتوبيسات بشكل ادمي اكبر، بقت تديرها الشركات، بقى ليها خطوط، ليها ماب، ليها سيستم واضح، ليها اناونسمنت، ليها ستيشن واضحه على ارض الواقع، ليها بيمنت سيستم موجود، الناس هتقدر تنزل تستخدمها. فموضوع تقنين، وزي ما قلت لك في الاول خالص عن زي موضوع دراستي في الماجستير، ان هي تكون في هيئه خاصه بالنقل العام في كل قطاع او كل اقليم في مصر، هو مسؤول عن كل قطاع من كل ما يتشمله بقى، من ركنه عربيات، من مرور، من كارتة على الطرق السريعه، من مترو انفاق، من ترام. لان انا من طموحاتي برضه ان الترام يرجع تاني للقاهره بعد ما الحكومه تتنقل من وسط البلد تروح للعاصمه الاداريه الجديده، نرجع ترام وسط البلد تاني، بيكون هو وسيله المواصلات الاساسيه داخل القاهره. فده يعني اللي بطمح بيه، إن يكون في مؤسسه بتدير موضوع النقل بشكل اقليمي اكتر داخل كل محافظه. عظيم جدا. ربنا قدر لك انك تدرس في مصر وتدرس في اليابان عدد سنين كبير، فاذا انت خدت انطباع وتقدر تحكم على نظم التعليم هنا وهنا. مش هنعمل يعني مقارنات قد ما انا هسألك ايه افضل شيء وايه اصعب شيء في النظام التعليمي الياباني. هو اكتر فتره يعني يعني حسيت بيها في فرق ما بيننا وما بين اليابان كانت في فتره مش البكالوريوس. انا كان عايز اقول لك كمان ان انا كملت لحد الماجستير، بعد خلصت 2018 دخلت كمان مرحله الماجستير، خدت الماجستير في التخطيط العمراني، بالاخص المرور والمواصلات العامه. فكانت اكتر فتره حسيت فيها فرق ما بين الاثنين، الجاب ما بين مصر وما بين اليابان اكتر في فتره الدراسات العليا. ليه؟ احنا عندنا شويه لحد دلوقتي في مصر مشكله في الحصول على المعلومه، ان انت عشان تحصل على معلومه او يكون عندك معلومه عن حاجه معينه، بيكون مصادر المعلومات دي مصادر قليل شويه، وبتتعب عشان توصل للمعلومه دي. فان انت تبني على حاجه قديمه حصلت عندك، ده بيسبب ان انت ممكن فتره الدراسات العليا تطول منك عن السنتين. وده بيخلي كمان انت ما بتكملش على العمل قبليك، لان احنا في ناس يكون وصل معلومه ما بيوصلهاش للي بعديه، خوفا من حاجات معينه او طبيعه تفكير معينه عند بعض المجتمعات عندنا في مصر. فده بيخلي الى حد ما ان انت كل بني ادم شبه بيبدا من اول وجديد، ان هو يبدا يدور على معلومات ويبدا يراقب عليها معلومات تانيه وهكذا. هنا في اليابان لا، المعلومات متوفره. انا مجرد ما بكون طالب دراسات عليا، الجامعه بتخليني ليا اكسس على مكتبه الجامعه اونلاين، او حتى اكسس عادي كارنيه عادي جدا، اقدر اخش الجامعه، اقدر اعمل سيرش على كل الابحاث المتوفره جوه الجامعه في خلال المجال بتاعي او اي مجالات تانيه. الدكتور نفسه اللي بيكون معايا مجال في الجامعه بيساعدني في موضوع الحصول على المعلومه دي. فيكون الموضوع تراكمي، انا بشتغل على اشتغله قبلي. حتى مثلا في بعض الاوقات احنا قبل ما بنخش المعمل، احنا بنسميه معمل اللي هو بنشتغل فيه الدراسات العليا، قبل ما اخش المعمل الدكتور نفسه بيجي يقول لي انت اشتغل في الموضوع ده، لان مثلا اللي اكبر منك بسنه اشتغل عليه، فاحنا هنكمل عليه النقطه الفلانيه. مم. فيكون الموضوع تراكمي اكتر، فالعمليه بتكون مش سهله. مش بقولش ان هي بتبقى سهله، بقول ان هي بيبقى الموضوع ان انت بتكمل على اللي عمله قبليك، فبيبقى تراكمي. وغير كده كمان الدكتور هنا بيكون مرشد، ما بيكونش
انا اسف اللفظ ده مش متسلط، يعني هو مش بيقول لك اعمل واعمل واعمل. هو مم. الدكتور بيرشدك ان انت ازاي الورقه بتاعتك دي في اخر المطاف تكون ورقه علميه، ورقه بحث علمي. هو بيرشدك للحاجات اللي ليها علاقه بالبحث العلمي. لو في مثلا سيمينار هيتعمل بره اليابان، ازاي تحضر السيمينار ده، ازاي تجهز له. بيشوف الورقه من ناحيه المنظور العلمي. انما انت كطالب انت بيبقى مطلوب منك الفحوى، المحتوى نفسه انت ازاي هتشتغل عليه. فهو مش بيكون ليه تسلط كبير عليك في مجال الدراسه بتاعتك. هو مش بيليدك، هو ايوه، هو بيوجهك. كان بيرشدك خلال الخطوط العامه باللي يساعدك ان انت تطلع بالناتج النهائي بشكل ممتاز. بالظبط. بالظبط بالظبط. وبعدين هنا كمان في الماجستير في حاجه حلوه، انا ما اعرفش هي موجوده في مصر ولا لا، يعني ما كملتش ماجستير في مصر، فمش عارف. احنا عندنا مواد علميه لازم ندرسها، يعني في مواد علميه بتدرسها وتخلصها، بتديك زي كريدت، تقدر مع الكريدت ده مع الرساله نفسها، على كل ده على بعضه ده بيعمل لها تقييم، تقدر تتخرج او ما تقدرش تتخرج. الرساله لوحدها مهمه، لكن مش مهمه زي المواد العلميه كمان تدرسها، لان في مواد علميه بتكون شويه متطوره اعلى، ودي مرحله الاختيار فيها بتكون اوسع. ان انا اقدر اختار مثلا، لو انا مثلا كنت كليه هندسه مدنيه، لكن انا كنت المواد اللي عايز ادرسها ليها علاقه اكتر بالتخطيط العمراني، وهنا التخطيط العمراني في اليابان اقرب للهندسه المعماريه مش الهندسه المدنيه، لان امم. الهندسه المدنيه بتحط اصول وبيتراكم عليها من الهندسه المعماريه. فانا معظم دراستي كانت في كليه الهندسه المعماريه مش مدني. فانا لما دخلت مرحله البكالوريوس، الجامعه عندي كانت رابطه المعماري بالمدني في كليه واحده في الدراسات العليا. فقدرت انا بحريه جدا ان انا اروح جامعات تانية اخد منها محاضرات تانية، فتحت لي المجالات في حاجات كتيره جدا، خلتني اقدر اتعامل مع دكاتره تانية انا ما كنتش بتعامل معاهم وانا لسه في مرحله البكالوريوس. عايز اعرف ايه اصعب شيء واجهك بعيدا عن اللغة خالص. كل شويه ان انا مطلوب مني في السنه زي ما قلت لك مبلغ مادي معين. آه، فانا ازاي ان انا كنت كل شويه لازم ادور على منحه، وربنا الحمد لله كرم في الاخر. كرم ربنا بيكون فوق كل حاجه. موضوع ان انا ادور على منحه، موضوع ان انا لازم اشتغل بعد الظهر. يعني انا كنت ساعات بشتغل بالليل، مثلا ممكن اشتغل من الساعه 12 بالليل لحد الساعه 6 او 7 الصبح، ارجع البيت على المحاضرات، بعد كده ارجع انام ساعتين عشان تاني يوم اروح الشغل تاني. وساعات كنت بخلص شغلي في اوقات هناك طبعا ما فيش رمضان او غير رمضان، فكنت ممكن اخلص المحاضرات على الساعه 4 او 5، ممكن اكل حاجه بسيطه وانا بتحرك عشان اقدر اروح الشغل، اكمل شغل بالليل لحد عشان كده لما ارجع افطر مع السحور، عشان تاني يوم الصبح عندي محاضره الصبح. فموضوع ان انا كنت مثلا وانا في مصر كنت شغال مترجم، كان وضعي الاجتماعي كان كويس، كان وضعي المادي كان يعتبر ليفل شويه عالي، لان موضوع الترجمه الياباني في مصر مش منتشر قوي، فكان الموضوع المادي الى حد ما الحمد لله رب العالمين كان ربنا كارم فيه. فانا نزلت درجات كتيره جدا لما جيت هنا اليابان، عشان انا كنت حاطط هدف معين بالنسبه لي، ما كنتش يعني كنت حاطط هدف بعيد المدى. فكانت الحاجات دي نفسيا لحد ما في البدايه كانت صعبه جدا، وخصوصا انا كمان كنت طالب زي ما قلت لك بصرف على نفسي. فكنت كل خطوه لازم اخدها بحساب في الموضوع المادي ده، ان انا مثلا لما اجي اصرف في حاجه معينه، انا عارف ان انا في اخر السنه هدفع مبلغ معين في الدراسه، عارف ان انا مطلوب مني ان انا على الاقل لازم ارجع مصر مره في السنه عشان اهلي، وعشان يعني الحياه سنه بعيد عن الاهل وبعيد عن كل حاجه، الموضوع صعب جدا، وبعيد عن الصحاب يعني. فكل الحاجات دي كانت ضغط، وخصوصا كمان ان انا كنت ادبي في ثانويه عامه، ومره واحده بقيت علمي. فالمواد العلميه انا بدرسها بلغه، أنت قلت لي بعيد عن اللغه، بس ده برضه كان جانب كبير. انا بدرس مواد علميه جديده عليا بلغه مختلفه عن لغتي الام. بالظبط. فده كان بيطلب مني ان انا احسن من نفسي، وخصوصا كمان حاجه غير كل ده وده، انا كنت يعني عليا لود ايه بيسموه ايه، نظرات الناس شويه، لان انا كنت امم. الطالب المصري الوحيد اللي موجود، وبعمل حاجه جديده على الناس، ان انا ما كنت في مصر. يعني الموضوع كان جديد. انا حتى مثلا كان في مره من المرات كانوا طالبين مني ان انا اترجم شهاده تقريبا او حاجه زي كده، واكلم وزاره قالوا لي تكلم السفاره. فانا لما كلمت السفاره هنا في مصر بقول لهم يا جماعه انا بعمل كذا كذا كذا، الناس لحد ما استوعبتش يعني ايه واحد طالب خريجي من مصر بيخش جامعه من اول وجديد. الموضوع ما كانش يعني مش معروف، مش مفهوم. او اي حد ما لحد دلوقتي ما فيش ناس كتير بتخلص دراسه وتبدا دراسه حاجه جديده، يعني يقعدوا في جامعه لوحدها. انا قعدت دراسه جامعيه حوالي 9 سنين بدرس في جامعه، فالموضوع في مصر مش منتشر قوي. فده برضو كان لحد ما ان انا اصبر على نفسي، ان انا عارف ان انا يعني بعمل حاجه ممكن هحصل يعني حاجني حصادها قدام شويه. ده برضو كان عامل لي شويه لود نفسي، لان انا بكبر في السن. انا عندي 33 سنه، فانا مخلص الجامعه وانا عندي 30 سنه، فانا ما كنتش صغير برضو. طب اسلام، على ذكر اللود النفسي والحصاد المستقبلي، انت ما حسيتش في نص كده الفتره دي والضغط ده كله ان هو انا ايه اللي خلاني اعمل في نفسي كده وانا شغال في مصر ويعني وضعي الاجتماعي كويس والحمد لله ماديا الدنيا تمام يعني؟ ما حسيتش بعد السفر كده، خاصه في مرحله البكالوريوس مثلا او في ضغوط الماجستير مثلا، ان هو لا يعني انا هرجع مصر وكفايه؟ وانا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين دايما شايف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقيم الكل بني ادم على قد تعبه.
يعني مثلا مثال بسيط جدا، انا لما بدات دراسه الياباني وانا في مصر في 2008، كان كل الناس اللي حواليا من زمايلي وكده كانوا شايفين ان الياباني ليه ياباني، يعني اللغه بتقعد 6 سنين عشان تخلص بس المبتدا المتوسط، والليفل الواحد 6 شهور، وامتحانات صعبه جدا، واحنا كان عندنا الامتحانات والحضور والحاجات دي كلها عليه نسبه 70% من درجات. التقييم النهائي بالظبط. فانا لو ما جبتش 70% دي كان بسهوله جدا ان انا اعيد الليفل من اول وجديد. وكان في كتير بيحصل حواليا كده. بس اكتشفت ان أنا بعد ما خلصت الفتره دي وجيت اشتغل، الثوره قامت في 2011، فهوب السياحه ضربت. فكل زمايلي اللي كانوا معتمدين على السياحه بشكل معين في اللغه في الشغل يعني، كان موضوع ان هم يلاقوا وظيفه كان موضوع صعب شويه. فانا ربنا سبحانه وتعالى كرمني باللغه اللي انا درستها دي عشان اشتغل مثلا في حاجه ليها علاقه بالترجمه. فانا جريت حصاد جزء من معين منها وانا في مصر. فانا كنت شايف ان انا لو كملت على نفس المسار ده قدام شويه عشان اوصل لحاجه تانية اعلى، ربنا سبحانه وتعالى هيديني القدره. وطبعا كل حاجه شيء مقدر ومكتوب، بس احنا كل اللي بالظبط. بنعمله احنا بنسعى مش اكتر. فانا كنت شايف ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما تقول هيخبي لي حاجه تانية افضل في المستقبل، واقدر انا ارقم عليها في المستقبل لحاجه تانية ابقى اقرب واقرب. كل بص، انت مجرد ان انت، يعني انا بشوف نفسي ان انا بسعى وخلاص. يعني انا محطوط لي هدف معين، انا مجرد ان انا بعمله ان انا لما ببقى خايف من حاجه معينه، او كل اللي بعمله ان انا بصلي بقول يا رب. وخصوصا ان انا في مجتمع ما يعرفش حاجه عن الاسلام، ما يعرفش حاجه عن الدين، ما يعرفش حاجه عن ربنا سبحانه وتعالى. فانا كل اللي بعمله كل ما احس ان انا هقع، كل في مشكله بقول يا رب سبحانه وتعالى اكرمني. انت شايف ان انا بتعب وبعمل اللي عليا وما باذيش حد، يعني انا لا عايز اخد حاجه مكان حد، ولا عايز ان انا اعدي حد ولا اي حاجه. انا كل اللي عايزه ان انا اسعى وخلاص، يعني انا مش عايز حاجه تانيه من الدنيا. فده كل اللي بعمله، انا كنت بقدر اسعى وخلاص. وده اللي كنت بعمله يعني قدامي. طيب عظيم. ايه اكتر حاجة بتنصح بيها الشباب المصري يعملوها وقت ما يجوا يسافروا اليابان، ووقت ما قشطة احنا خلاص سافرنا اليابان، ايه اكتر حاجة برضو مهمة تنصحهم بيها لما يكونوا هناك مصطفى وقت تقصد الدراسة مثلا؟ يسافر اليابان عشان يدرس؟ بالظبط. اه. كتير بيغلطوا غلطه ان هو لما بعد ما بيجي اليابان بيدرس اللغه. بعد ما تيجي اليابان تدرس اللغه، الموضوع بيكون صعب جدا، لان انت حياتك اليوميه بتكون مكتظه جدا. عندك انت كورسات لغه في الصبح، لو هتشتغل بارت تايم بعد الظهر، ففتره ان انت تدرس تركز في دراسه اللغه جوه اليابان، الموضوع بيكون شبه صعب، شبه مستحيل، بيكون صعب جدا. ومعظم، انا اسف ان انا هقول كده جدا، واسف ان في ناس ممكن تسمع الكلام اللي أنا هقوله ده، بس نسبه كبيره جدا من الامثله اللي مرت قدامي ان الناس جت تدرس اللغه اليابانيه بعد ما جت اليابان، الغالبيه العظمى منها كانت بقت واجهت صعوبات كتيره جدا وما كملتش على خير. فاحسن حاجه على قدر كبير جدا ان انت تدرس اللغه اليابانيه في مصر، توصل لحتى المستوى المتوسط او تخلص المستوى البدائي، وتذاكر كويس. دي اول نصيحه خالص، دراسه اللغه اليابانيه تكون في مصر قبل ما يجي اليابان. ده شيء مهم جدا جدا، على الاقل توصل لمستوى معين. وكمان دراسه اللغه في مصر بعد ما تيجي هنا هتسهل لك البارت تايم. لو انت جاي على دراسه محتاج انت تشتغل بعد الظهر، لو انت بتعرف ياباني حاجه، ولو انت ما بتعرفش ياباني ده حاجه تانيه خالص. لان هنا اليابان قايمه بشكل كبير جدا على دراسه اللغه اليابانيه. فدراسه اللغه اليابانيه في مصر هتسهل لك امورك هنا في حياتك جدا بعد ما تيجي مصر، بعد ما تيجي اليابان، عشان تقدر انت تشتغل شغل بعد الظهر. كمان اليابان بلد منظمه جدا 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 جدا. من حيث الاجراءات هي فيها شويه بعض البيروقراطيه، بس البيروقراطيه زي ما نقول مقننه او ليها اصول. فانت لازم يكون عندك سكيدول، او يكون عندك بلان بتاعتك، يور اون بلان لمده 6 شهور قدام. انت هتعمل ايه في التوقيت الفلاني مع مين؟ تفكر دايما الخطط لقدام شويه، ويكون حاطط ريسك بشكل كبير جدا. ريسك ان انت مش هتقدر تاخد منحه لا قدر الله انت ما كانش عندك منحه. ريسك ان انت امورك مش هتمشي بشكل معين. ولو لا قدر الله حصل اي حاجه في اي وقت من المطاف ده، ارجع مصر وبعد كده ابدا من جديد. لان في ناس بتحاول ان هي تكمل بفيزا السياحه وتقعد ما اعرفش تعمل ايه وبتاع. انا المجال ده لما حد بيجي يسالني في الموضوع ده، اسلام اللي حصل لي كذا كذا كذا، وبفكر ان انا اكمل بفيزا السياحه وادور على وظيفه والكلام ده، ما بنصحش بالكلام ده تماما. ده لا قدر الله في اصعب في احلك الامور يعني. لان اليابان الى حد ما علاقتها دلوقتي ما بيننا وما بين مصر، احنا عدد المصريين اللي بيجوا من هناك قليل جدا. فامور الفيزا الى حد ما لحد دلوقتي طيبه، الفيزا بتطلع في 3 او 4 ايام بكتير جدا. فالموضوع تمام. بدات تبقى عليه العين ان المصريين بيجوا بيعملوا مشاكل وحاجات زي كده، هتلاقي بعد كده انت بتصعب الامور على اللي جاي بعديك. آه، مظبوط صح. بالظبط. فالى حد ما نحترم المكان ده برضو بشكل كبير جدا، ده كويس جدا. ودايما لو انت عايز تيجي اليابان تشتغل ومش عارف تبدا الموضوع ازاي، ابدا الاول انت تيجي على مدرسه، سواء 6 شهور، آه، 6 شهور او سنه. وبعد كده بعد المدرسه دي تقدر انت بقى تدور على وظيفه وانت بتشتغل بس كده. هنا كمان سيستم البحث عن الوظيفه في اليابان شويه الى حد ما يونيك، مختلف عن اللي بيحصل في مصر.
ان احنا الناس بتبدا تدور على شغل تقريبا في السنه من شهر 9 او شهر 10 لحد قبل شهر 4، لان هنا الشغل بيبدا شهر 4 بالظبط. كل الشركات اليابانيه بتبدا شغل رسمي، او بتبدا تاخد الطلبه الجداد بتوع الموظفين الجداد، يبداوا شغل رسمي من 1 4. فمن بعد كده بتبدا الشركات اليابانيه السنه الماليه اصلا هنا بتبدا شهر 4، فيبداوا شويه يقعدوا شويه شويه، وبعد كده يبداوا يفتحوا باب التعيينات من اول وجديد من شهر 9. فمعظم الناس هنا بتيجي على مدرسه شهر 4، تقعد شويه في المدرسه تكتسب بعض المهارات اللغه وكده، وتيجي من شهر 9 يبداوا يدوروا بقى على وظيفه. بيكون بقى في سيمينارز للشغل، بيكون في حاجات كتيره جدا. انت بقى وطريقك. يعني هنا اليابان حتى بتقسم الوظائف لكاتيجوري، في كاتيجوري مثلا خاص بالانفراستراكشر، في كاتيجوري خاص بالانجينيرنج، في كاتيجوري خاص ما اعرفش بالبانكينج سيستم، بالاكاونتنت والحاجات دي كلها. انت بتختار المجال اللي انت عايز تخش فيه، وتحت كل مجال بيكون مجموعه من الشركات. انت بقى تختار الشركه اللي انت عايز تخش فيها دي، وهي يكون ليها المجال بتاعها او التايم لاين بتاعها، عشان خاطر الموضوع اللي هو الالتحاق بالشركه دي نفسها. فده برضو جزء من النصائح اللي انا بنصحها لاي حد بيفكر ان هو يجي اليابان ويشتغل، لو حابب ان هو يشتغل او يدرس هنا. طبعا الدراسه هنا زي ما قلت لك، كمان في بعض الكورسات بتكون حطها السفاره اليابانيه على الويب سايت بتاعها. في منح خاصه بوزاره التربيه والتعليم اليابانيه، بيكون كل ده بيتم التقديم له عن طريق مكتب السفاره في القاهره. لكن في الغالبيه العظمى منهم بيكونوا طالبين تقديرات تكون عاليه. التقدير لازم يكون حوالي تقدير الجامعه بيكون لا يقل عن في بعض الاوقات الى جيد جدا تقريبا. آه، فبرضه لازم ان انت تكون عامل البالانس ده كويس. لو انت دلوقتي لسه في مرحله الجامعه، لسه في سنه اولى او ثانيه، وتفكر في مستقبلا انت تاخد دراساتك العليا من اليابان، اعتقد ان انت تبدا دلوقتي تعيد تفكير في موضوع التقدير، لان التقدير عامل مهم جدا في الدرجات العلميه في المستقبل. طيب، بالنسبه لنقطه المنح بقى، لان مش كل الناس بيبقى عندها امكانيه ان انت حتى لو سافرت سنتين على حسابك، ان انا بعد كده اقدر ادفع فلوس البكالوريوس او الماستر من معايا. هل المنح متاحه حتى للاجانب من جوه اليابان، ولا لازم اقدم عليها من بره اليابان؟ انا هتكلم عن اللي انا عملته، لان انا غير كده انا مش عارف. انا هتكلم عن اللي حصل لي، والجامعه بتاعتي كانت بتعمل سيستم ايه. انا كنت في جامعه اسمها جامعه، عشان بس الناس تكون كلها عارفه، اسمها توكا يونيفرسيتي. هي مش طوكيو يونيفرسيتي، هي توكا يونيفرسيتي. جامعه توكاي دي موجوده في جنوب طوكيو. الجامعه دي عندها مدرسه ملحقه بيها، او زي ما حد بيسميه معهد اللغه الملحق بالجامعه نفسها. الحمد لله رب العالمين. هي الجامعه نفسها داخليا عندها كذا سيستم من موضوع المنح. او الموضوع المنح اللي هي المنح الداخليه من الجامعه. المنح الداخليه من الجامعه دي، الجامعه هي اللي بتختار الطلبه اللي هتديهم المنح، على اساس بقى سلوكهم، على اساس درجاتهم، على اساس حاجات كتير هي الجامعه بتقيمها. النوع الثاني من المنح هي منح بتكون عباره عن في شركات او كيانات او مؤسسات بتيجي تقول للجامعه دي: يا جامعه انا عندي منح دي عايز اديها للطلبه بتوعك. فالجهات دي بتحدد زي عدد معين من الطلبه، والجامعه بتعمل اعلان رسمي داخل الجامعه كلها، وتحط الورق بتاع المنح دي، وتقول: يا جماعه المنح دي بشكل الفلاني. وده النوع الثاني من المنح. واحنا كطلبه اجانب في اليابان محظوظين جدا، لان احنا المنح بتاعتنا غير طالبه للرد، احنا ما بنردش الفلوس دي. لكن اليابانيين على العكس مننا، اليابانيين اهل البلد لازم يردوا الفلوس دي بعد ما يخلصوا، ما لهمش منح اللي هي من غير رد. فالجانب الاول من المنح دي الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني في خلال طول الدراسه في الجامعه هنا، ان انا خدتها كلها. اللي هي الجامعه هي بتختار عايز تدي المنح دي لمين. فانا خدت المنح دي ووفرت لي جزء كبير جدا من المصاريف. النوع التاني من ممتاز. المنح بتكون مؤسسات وشركات كتيره جدا. بس دي مشكلتها ان هي في بعض الاوقات بتكون مثلا جهه او هيئه او كيان صيني مثلا طالب ان هو هيدي المنح بتاعته للصينيين فقط. مم. في كيان او جهه مؤسسه اسلاميه طالبه ان هي تدي المنح بتاعتها لدول جنوب شرق اسيا فقط. مشكلتنا ان احنا في مصر محطوطين في كاتيجوري الميدل ايست. مم. الميدل ايست بالنسبه للمؤسسات والكيانات الحكوميه، فهي دول ذات دخول مرتفعه، دول عندها بترول. فإلى بنسبه كبيره جدا موضوع المنح بيكون فرصه مش كبيره في كتير من الاوقات. لكن المنح اللي انا خدتها كانت منحه خاصه بروتاري، روتاري كلاب. اللي هو روتاري ده كان مجموعه من رجال الاعمال في اليابان. آه، فده المنحه اللي قدمتها وخدتها الحمد لله. بيكون في بعض الكيانات التانيه بتقول حد منح لطلبه اللي جايين مثلا بيدرسوا في مجال معين في الهندسه. مثلا مصر كمان عشان احنا عندنا الاهرامات وعندنا الكيان ده، فاحنا شايفين ان احنا فرانك عالي في موضوع السيفل انجينيرنج او الاركتكت، فملناش منح كتير كمان في المجال ده. بتتحسب كده. فانت بقى عشان انت تقدر توفر منحه تتوافر مع جنسيتك، وخصوصا كونك دراستك. عربي. مم. كونك عربي، الايمج بتاعتك ان انت في بير بترول تحت بيت، كل بيت عربي. دي الحاجه التانيه مع دراستك ومع الحاجات دي كلها بيكون الموضوع صعب، مش سهل.
وخصوصا زي ما قلت لك ما فيش مثال عدى قبل كده داخل اليابان ان في طالب مصري كان جاي يدرس من البكالوريوس. فكان الموضوع ان انا الاقي منحه كان الموضوع صعب، فالجهه الوحيده اللي انا قدمت لها وبعد معاناه انا قعدت اكتر من سنه ونص بقدم في اماكن المنح وكلها كانت بتترفض، ان هم شايفين ان انا طالب مصري عندي دخل كويس، فكانش حد بيديني منحه. هم مش عارفين ان انا كنت بدفع في حلوان في السنه كام. ف كنت بدفع في المصاريف في الجامعه، يعني انا داخل حكومه عشان مش هدفع فلوس. بس فقعدت انا روتري دي كانت انسب منحه بالنسبه لي، مش يعني هي اللي توافقت الشروط بتاعتها، انا معاك. توافقت معاها. مهم. وهم كانوا المكان ده هو اللي وفر لي منحه لمده الثلاث سنين بتوع الماجستير، اسف البكالوريوس. ولما دخلت الماجستير انا ما حكيت لكمش، انا بس ما كانش عندي منحه، بس انا كنت في مشروع بتاع المشروع المدارس المصريه اليابانيه. وكانوا بيبعتوا مدرسين من مصر، من المدارس المصريه عشان هم المدرسين اللي هيرجعوا يدرسوا في المدارس المصريه اليابانيه، كانوا بياخدوا زي تريننج كورس في اليابان. حلو جدا. ففي الوقت اللي انا كنت بشتغل فيه وانا بشتغل في الدراسات العليا يعني الماجستير، موضوع الترجمه ده، شغل الترجمه ده بدا، فهو اللي ساعدني كمان بشكل كبير جدا. انا كنت بشتغل مع السفاره المصريه هنا في موضوع الكوردينيتنج والترجمه الخاصه بالمدرسين دول. انا اشتغلت مع 4 مجموعات الحمد لله رب العالمين على مدار السنتين دول. هو كان بيجي في السنه الواحده مجموعتين، مره في الشتاء ومره في الصيف. فانا كنت اشتغلت معاهم على مدار 4 مرات، يعني ترجمت العدد كبير وكنت كوردينيتور لعدد كبير من المدرسين مديرين المدارس المصريه اليابانيه في مصر. فالموضوع ده ساعد معايا كويس جدا الحمد لله في توفير مصاريف كمان الدراسات العليا. طيب انا عايز اسالك عن اهم ما يميز اليابان بلدا وشعبا، افضل حاجه في البلد وفي الشعب. فكره ان اليابان كوكب مختلف او اليابانيين خارقين الذكاء او الحاجات دي كلها، ده انا لا اتفق معاه. احنا يعني مستوى الذكاء الانساني في اي مكان على الكره الارضيه واحد، البشر كلهم عندهم نفس المستوى الذكائي. بتختلف على حسب في سيستم او ما فيش سيستم. لو في دوله فيها سيستم فالمجتمع هيتقدم، في دوله ما فيهاش سيستم فالمجتمع هيفضل مجتمع مش متقدم. اللي بيفرق ما بين اي دوله وما بين اي مكان والاخر موجود سيستم. يعني في شركات كتير جدا موجوده في مصر او كيانات ناجحه جدا لانها كيانات ذات عندها مؤسسيه بتعتمد على المنهج الاداري، وفي موضوع ماشي بشكل علمي، فالموضوع ناجح جدا. عندنا شركات كتيره جدا سواء حتى في القطاع الخاص او في القطاع العام. في دول عربيه مشيت بمنهج علمي فتطورت، في دول عربيه ما مشيت بمنهج علمي فتخلفت. الموضوع كله بيعتمد على السيستم. اليابان ماشي على سيستم، سواء شعب سواء حكومه سواء كل حاجه. السيستم ده بتلاقيه موجود في التعليم، السيستم ده بتلاقيه موجود في الشركات، السيستم ده بتلاقيه موجود في كل حاجه. وهنا الى حد ما الشخص اللي هو عنده القدرات ان هو يحصل على وظيفه قياديه بيوصل لها. هو هنا بيتم اختيار القيادات على حسب قدراتهم وليس على كفاءتهم، وليس على حسب حاجات تانية. مفيش اي معايير تانية لاختيار القيادات غير من حسن الاداره، ان هو شايفين فيه. احنا على فكره طول الوقت في الشركات اللي بيتم تقييمنا. فهو لما يشوفوا في شخص ما عنده القدره في المستقبل ان هو يقدر يدير منظومه او حاجه بيتحط في منصب القياده ده. فده اللي بيخلي المنظومه ماشيه بشكل كبير. اللي بيخلي اليابان الى حد ما زي ما قلت لك واصل لليفل كويس يعني اقتصاديا عالي واجتماعيا. ما اعرفش اجتماعيا، خلي الموضوع الاجتماعي على جنب، انا هتكلم في الموضوع الاقتصادي واللي انا شايفه قدامي كدوله. يعني الموضوع العام هو سيستم ونظام ماشي على الكل. بمعنى مثلا ابسط مثال لما انا اروح اشتري، الكلام ده ممكن يضايق ناس مني، بس يعني مثلا لو انا اروح مكان مثلا زي ان انا اروح مكان سياحي في اليابان مثلا، هخش مكان سياحي. لو هدفع تذكره انا هدفع نفس التذكره اللي هيدفعها المواطن الياباني بنفس السيستم. مهم. لما مثلا لو انا عايز ادخل كاميرا اليابان او زي مثلا ادخل درون اليابان، في اجراءات معينه لدخول الدرون اليابان. لو هتبع السيستم ده هحصل عليه. مثلا انا لما اجي اتنقل من مكان لمكان لازم في اجراءات معينه اعملها. انا والياباني واي جنسيه تانية هتخش اليابان هتمشي على نفس السيستم ده، هتقدر تاخد المعلومه. اليابان دوله بيروقراطيه، في كم كبير جدا من الداتا لازم الورق لازم زي ما احنا بنقول بالمصري كده بالعاميه يتستف. هتستفه، بس انت عارف ان انت مثلا عشان تاخد الخدمه رقم واحد محتاج ان انت ترتب الاوراق من الف لب د ز مهم. وهكذا. لازم ترتب مجموعه من الاوراق دي، هترتبهم هتديه لهم، هو هي خلاص انت كده هتاخد الخدمه دي بشكل كبير لو الاوراق ما فيهاش اي اخطاء. فالموضوع كله سيستم. ده تقييمي بالنسبه لليابانيين سيستم. واليابانيين الى حد ما نظامهم التعليمي معتمد ان كل هو فرد من المجموعه. بمعنى ان هو مثلا لما بيكون في المدرسه من ابتدائي او اعدادي او ثانوي بيكون فرد. طبعا المراحل العلميه بيختلف طريقه، هم بيبقوا حاطين هدف معين في المنظومه التعليميه كلها ان الشخص هو فرد من المجموعه. فكره العمل الجماعي، حلو جدا، حلو جدا. فرد هو من المجموعه. بمعنى مثلا في المدرسه في الفصل مثلا الدراسي، وده حاجه انا احتكيت بيها، ان كل طالب في الفصل ليه دور. بمعنى مثلا في طالب النهارده دوره ان هو هيجيب الوجبات هو وزمايله من
المطبخ. في طالب تاني دوره النهارده ان هو مثلا هينظف السبوره بعد كل حصه. في طالب تاني دوره ان هو بعد كل حصه هيقف يقول للطلبه وقوف التحيه للمعلم بعد كده جلوس. في طالب تاني مسؤول عن التاريخ. كل طالب جوه الفصل بيكون ليه دور معين، والدور ده بيتم تغييره بشكل دوري. فده بيخلي روتيشن. ان روتيشن بالظبط. فده بيخلي ان كل هو بقى فرد من مجموعه موجوده داخل الكيان ده. فهو بيخليه دايما هو عنده مهام مطلوبه منه. المهام دي هو عارف ان هو لما خلصهاش المنظومه مش هيتم ادارتها بشكل زي كفاءه. فده بتلاقيه مثلا موجود في الطلبه. لما انا رحت المدارس كان موجود في الطلبه. هتلاقيه في الشركات موجود كموظفين. ان احنا مثلا بنيجي في اجتماع معين، كل واحد فينا بياخد تاسك. انت واخد تاسك، بس هو ده نفس التاسك بتاعك لما انت كنت في ابتدائي. لان انت عارف انت على سكيل لما عملتش اكبر التاسك بس. ده على سكيل اكبر شويه، فانت لما خلصت اه التاسك بتاعك ده هيترتب عليه حاجه ثانيه. وبعدين هنا اليابانيين عظيم. الى حد كبير جدا الموضوع ماشي بالكلام. بمعنى مثلا مديري هيجي يقول لي يا اسلام، انت مطلوب منك الشغل ده وده 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 ده. هتعمله او مش هتعمله، هتعمله او مش هتعمله، دي مش قدرات عقليه، هي قدرات ليها علاقه بالوقت، ليها علاقه بمسؤوليه. بمعنى ان انت قلت هتعمله، انت هيترتب عليه حاجات كتيره بعد كده. مم. وهو مش هيقيمك ان انت عملته او ما عملتوش كبني ادم. هو هيقيمك، هيقيم الشغل نفسه، مش بيقيمك كبني ادم يعني. فاهم قصدي. فهو ايه. عايز يشوف ان انت مثلا الوقت ده لو انت هتلاقي نفسك مش هتعمله، خلاص هو هيخليها، لان احنا بنشتغل كمجموعه. فاحنا هنقسم التاسك ده ما بين اتنين، بحيث ان احنا الهدف بتاعنا ان احنا نخلص كله في الديدلاين المطلوب مننا في الاخر. ان احنا اللود علينا مش ان انت مالك تاسك لازم تخلصه، لو ما خلصتش هتتجازى مش هتتجازى. الكلام ده مش موجود. واحنا نمثل فكره كلنا، احنا كلنا علينا في تاسك معين كمجموعه كلنا لازم نخلصه. مين هيعمل ايه؟ كل واحد وقدراته اللي تساعده كتوقيت وكخبرات، تراكم خبرات. فده بيخلي ان هنا المنظومات بتدار كشكل تيم ورك. يعني مثلا لما بيكون في مشكله او حاجه، بتلاقي بيكلمونا على اساس ان احنا مجموعه، ان احنا المجموعه دي في مشكله كذا كذا، ازاي هنتفادى الموضوع ده. وده حاجه تانية برضو في موضوع اليابانيين، ان هم دايما بيحاولوا يتفادوا الاخطاء. يعني لما بتحصل مشكله او حادثه او حاجه، بيتم تحليل الحادثه دي اسبابها ايه. كمنهج علمي بيتم اداره المشكله دي بمنهج علمي، نتعلم منها الاخطاء، نتعلم منها ازاي نطلع سيستم او نطلع منها منظومه، بحيث ان احنا في المستقبل نتلاشى تلافى. تكرار او نتلافى بالظبط. تكرار حدوثها مره اخرى. فده كلامي عن اليابانيين. هو في نظام معين، سيستم معين، كل فرد في المجموعه ليه دور معين هو بيحقق الدور ده. فده بيخلي المنظومه كلها على بعضها ناجحه في خلال اطار من تشارك المعلومات. مهم. يعني احنا ما فيش حد بيخبي معلومه عن التاني. يعني انا لما بكون شغال على اي مشروع، في اكسس لاي حد داخل الشركه كلها، ممكن يخش على المشروع بتاعي ده يشوف كل الداتا دي. احنا كمان شغالين في سيستم. بمعنى مثلا لو انا النهارده انا مثلا رجعت مصر، قعدت في مصر اسبوع، طول فتره ما انا موجود في اسف، قعدت في مصر شهر. طول ما انا موجود في مصر الشهر ده الشغل ماشي، لان انا شغال بشكل واحد. الداتا معروف هي محطوطه فين. فلو اسلام تخلف شويه عن الموضوع، كل الناس عارفه الشغل ماشي ازاي. فهيخش على المكان الفلاني، عارف الداتا دي هيلاقيها فين، عارف الموضوع ده هيلاقيه فين. لو ايا كان مثلا في معلومه بسيطه او حاجه لازم اللي هو في ايده في الشغلانه هو اللي عارفها، بس هيكلموني. غير كده الحاجات الاساسيه اللي اي حد بيشتغل في نفس المجال ده منتشرة عارفها، ومتداولة مع الكل. متداوله. فده اليابان، تداول معلومات. كل واحد كل فرد ليه دور في خلال مجموعه كبيره جدا. في احترام للسيستم، احترام للسيستم، واحترام للمانيوال، واحترام للوقت. ان احنا الوقت هنا عليه عامل كبير جدا. احترام الوقت ده بيترقب على حاجات كتيره جدا، ليها علاقه بالاقتصاد، ليها علاقه بالحياه اليوميه. فاحترام الوقت، الحاجات دي حاجات مهمه جدا. بس فكره ان يقارن اليابانيين ان هم اذكى من المصريين، سواء اذكى من ايه، الموضوع ده ان انت تقول ده اذكى مني واذكى مني، ده انا بشوف ان هو بيسموه مش عارف بالعربي يسموه اكسكيوز. هو مجرد اكسكيوز مش اكتر. ان احنا اعذار. عقدة اسمها الخواجة. اعذار. اعذار. بالظبط، اعذار. هي كلها اعذار ان احنا مش عايزين يكون عندنا منظومه. احنا لو عندنا منظومه وبنحترم المنظومه والكيان ده، احنا هنحقق انجازات بشكل كبير جدا احنا كمان. انا اسف ده طولت في الاجابه. لا 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 ولا يهمك، ده حقيقي فعلا. يعني فكره ان الناس تكون مرتبطه بنظام معين، والطلبه في المدارس بينشا ليهم ويعني بيحاولوا يزرعوا جواهم نمط تفكير معين، بحيث ان هو لما يكبر بالظبط. المجتمع من فوق مبني على نفس القصه، ده بيخليهم مع بعض ينتجوا بعد كده افضل.